هو في ايه؟ انت هتفكري نفسك ست البيت ولا ايه؟ انت مجرد داده لابني جايه عشان تاخدي بالك منه، ولا صدقتي نفسك لما قلتلك كلمتين حلوين؟ لا يا ماما، فوقي لنفسك. كنت واقفة قدامه مصدومة من كلامه، والغريب إن أنا ساكتة، وأنا اللي عمري ما سكت لحد. بلعت ريقه وقلتله: أنت بتقول إيه؟ رد عليا بزعيق: ايه كمان بقيتي طرشه؟ فوقي لنفسك وما تنسيش مستواكي. بابي ما تقولش كده ليارا. بص لابنه وشخط فيه: انت تسكت خالص، بسببك خلتنا ندخل الاشكال دي البيت. قرب مني ومسكني جامد قوي من دراعي وزعق وقال: انت ازاي تكلمي سوزي بالطريقه دي؟ لا وكمان ازاي تسرقي الخاتم بتاعها؟ ده انت قادره بقى. سحبت ايدي ورديت عليه ببرود: انا مستحيل اسرق حاجه، وازاي كلمتها كده؟ انا يا سيدي برد على اي حد يحاول يهني كده، وانصحك نصيحه بقى: ابعد عن طريقي، احسن لك واحسن لاي حد تاني. وان كان على الكلمتين الحلوين اللي قلتهم لي، انا اللي غلطانه اني سمعتهم منك او اديتك فرصه اصلا تقولهم. كنت همشي بس مسك ايدي جامد وقال: ايه، عايزه تهربي بعد ما سرقتي الخاتم؟ رجعت وقفت قدامه: انت مصدق ان انا ممكن اعمل كده بجد؟ وايه اللي يخليني ما صدقش؟ انا ما اعرفكيش اصلا، انت واحده جايه من الحواري، وده خاتم الماظ، يعني اشتريك انت والمنطقه اللي قاعده فيها كلها. اسكت بقى، انت ازاي تقول كده؟ انت المفروض تكون عارفني كويس، وان انا مستحيل اخد حاجه مش بتاعتي. والله يعني علشان قعدتي عندنا شهرين المفروض اصدق انك مش حراميه؟ طب تقدري تقوليلي مين اللي سرق الخاتم؟ اتفضلي عرفيني من الحرامي اللي سرق الخاتم، ومفيش غيرك انتي وابني والداده في البيت، الداده اللي ليها سنين هنا، مفيش حد غريب هنا غيرك. حرفيا الكلمه نزلت على قلبي زي السكينه. قربت منه شويه وقلت: انت بتتكلم جد؟ مفيش حد غريب هنا غيري؟ يعني انا حد غريب عنك يا مراد؟ ده انت كنت بتقول. قطع كلامي وقال بزعيق: انسي كل حاجه قلتها، انت طلعت شخص ما يستاهلش ولا كلمه حلوه، انت شخص سامي جدا، وانا مش هسكتلك على اللي عملتيه. مسكت وشه وقلت والأول مرة ودموعي نازلة: انت مصدق نفسك؟ طب مصدق اني ممكن اكون بالوحشة دي؟ زقني لدرجة ان انا وقعت، وقرب مني وقعد قدامي وقال بصوت كله وعيد: امسحي دموع التماسيح بتاعتك دي، اوفريها، عشان والله العظيم انا مهرحمك، واوعدك اخليها تنزل كتير قوي الفترة الجاية. بصيت له وسكت، وانا من جوايا بتألم. وقفت وكنت ماشية ناحية الباب، لكن قبل ما اوصل للباب شدني من شعري وقال لي: انت رايحة فين؟ انت فاكرة ان انا هسيبك تمشي؟ لا يا عسل، ده انت بتحلمي. سيب شعري والله يا مراد هتندم. وقعني في الارض تاني. فين الخاتم يا بت؟ ردي حالا. انا ما سرقتش حاجة. رفع ايده وكان هينزل عليا، لكن علي ابنه حضني وفضل يعيط وقال: انا مش مسامحك يا بابي، لو قربت من يارا ابعد عنها، انت وحش. شد ابنه جامد ووقعه في الارض، وانا صرخت جامد: علي! قربت منه ولقيت فيه سائل احمر خارج من راسه، والولد كان مغمى عليه. شلته بخوف وطلعت اجري من البيت. حبيبي اوعى تغمض عينيك، افتحها يا علي، افتحها علشان خاطري يا حبيبي، افتح عينيك يا ابني. وطول الطريق بقول كده وانا بعيط في العربية. كان السواق هو اللي بيسوق، وقدام كانت جنبه الدادة زينب. وصلنا المستشفى في وقت قياسي. بعد ساعة كنت قاعدة جنب علي اللي كان نايم على السرير. فتح عينيه وقال بدموع: أنا زعلان قوي من بابا. بصت إيده: أنا أسفة يا حبيبي، كله بسببي. مسح دموعي وقال بطفولة: كله بسبب بابا بس، واحدة أنا مش هكلمه تاني. بس بابا ملهوش ذنب يا حبيبي، وهو زعلان قوي عليك، وبعدين مفيش ولد يخاصم أبوه، ما يصحش يا علي. يعني انت مش زعلانة منه وهترجعي معايا البيت صح؟ بلعت ريقي بتوتر وقلت له: تيتا سنية تعبانة يا علي، وانا لازم اكون جنبها يا حبيبي، فان شاء الله هقعد معاها يومين وبعدين ارجع لك تاني. علي بدأ يعيط: لا انت بتضحكي عليا ومش هترجعي تاني معايا. لا يا يارا، خديني معاكي عند تيتا سنية، او تعالي انت معايا البيت. قربت منه وقلت: عشان خاطري يا علي بلاش تغلبني، وانا وعدك هبقى اجي اشوفك كل يوم. لا. بصيت له شويه وبعدين قلت: انت عنيد قوي زي ابوك. وفي الوقت ده كان واقف مراد على الباب
وسامع كل حاجة. دخل وقرب منهم وقعد جنب علي، لكن علي بعد وشه عنه بزعل. مراد قرب عليه وقال له: علي، أنا آسف. انت بتعتذر ليا ليه؟ انا مش عايز اعتذار منك اصلا، انا هسيبك واروح مع يارا. مراد بص ليا ورجع بص لعلي وقال: كده برضو يا علي عايز تسيبني؟ ايوه عايز اسيبك. انت زعلتني وزعلت يارا قوي وخليتها تعيط بسببك، ودلوقتي يارا عايزه تسيب البيت. يعني لو قدرت اخلي يارا ترجع معانا هتسامحني؟ علي بص لابوه وقال: ايوه. في اللحظه دي مراد بص لي: تعالي نتكلم بره. خرجت معاه علشان اشوف اخرتها. قرب مني: انا مش مصدق ان انتي ملاك، بس قدرت تضحكي على ابني بطريقه ما، وللاسف مضطر ترجعي البيت معايا علشان خاطره. لكن لو عليا انا نفسي اسلمك بنفسي للشرطه. رديت عليه بتحدي: وان كان عليا انا نفسي اسيبك وما اشوفش وشك باقي عمري، بس انا مش هرجع معاك، انا همشي، انا هرجع بيتي وما تقلقش هقدر اقنع علي. كنت هدخل الاوضه بتاعت علي بس هو مسك ايدي. انا مش عايز ابني يزعل. سحبت ايدي وقلت بتحدي: وانا مش هرجع معاك. لو كسرت قلب ابني انا هدمر حياتك وحياه اهلك، وهخليكي تندمي على اليوم اللي شفتي وشي فيه. قربت منه وانا مصدومه: انت بتقول ايه؟ ابتسم ورد عليا بجبروت: انا اقدر اعمل اي حاجه، البس اخوك قضيه، ادمر اختك اللي لسه في بدايه حياتها، او امنع علاج عن اخوك الغلبان الطفل اللي لسه ما شافش حاجه من الدنيا، او اخلي امك تلف تشحت في الاشارات. دموعي نزلت جامد وقلت بقهر: ندمانه ان عرفتك، وندمانه ان انا حبيتك، انا ندمانه على كل حاجه ربطتني بيك، ندم عمري كله، انا بكرهك قوي. دخلت عند علي وفضلت اعيط جامد قوي. قربت مني الداده وقالت بزعل: مالك بس يا بنتي؟ مش كفايه الدنيا يا داده؟ ده انا فيا اللي مكفيني، يجي هو كمان ويكمل عليا؟ انا عملت ايه؟ كفايه بقى، حرام، يعني خلص على نفسي عشان خاطر يرتاح. قرب علي عليا وحضني جامد: اللي بيعمل كده في نفسه بيزعل ربنا، ولما تزعلي ربنا مش هترتاحي ابدا. حضنت علي: انت الحاجه الوحيده اللي مصبراني على الدنيا واللي فيها. علي حضني جامد: بلاش تسيبيني زي ماما. فضلت ابوس فيه وانا بقوله: انا مستحيل اسيبك يا علي، ده انت احلى حاجه في حياتي. دادا زينب قربت مننا بزعل: ربنا يتولاها، سوزي بنت الزوات اتبلت عليكي علشان علاقتك معاها ومع علي. مسحت دموعي وقلت بكل ايمان: ربنا ينتقم منها يا رب، قادر يا كريم. رجعنا القصر تاني يوم، وكان مراد متغير كليا. ده مش الشخص اللي كان بيقول من كام يوم ان هو حبيبي وان هو قد ايه بيعشقني. انا كنت مظلومه فيه بجد. فضلت طول الوقت مع علي مش بسيبه ابدا. طلبني ساعتها في المكتب، نزلت ووقفت قدامه وقلت بكل برود: نعم. لا وحياتك ظبطي وشك وانت بتتكلمي معايا، انت هتصدقي نفسك؟ ده انت حراميه. قعدت على كرسي وقلت: انا تعبت، انا مش عارفه اعمل ايه عشان تصدق ان انا مش حراميه وما اعرفش حاجه عن الخاتم ده. انا مش عايز منك اي مبرر، ولا انت محتاجه تقولي لي حاجه. سوزي كانت هتحبسك بس انا اتدخلت. خبطت على المكتب بايدي وزعقت: انا ما عملتش حاجه، ولا عمري شفت الخاتم ده، اعمل ايه يعني عشان تصدقوني؟ حط رجل على رجل: انا مستحيل اصدقك، انا مصدق سوزي وبس. حاولت بكل ما املك امسك دموعي وما عيطش، بس فشلت ودموعي نزلت. ضحك بسخريه وقال: لا حلوه، وفري دموعك دي، محتاجاها كتير قوي الفتره الجايه. خرج ورق من درج المكتب ورماه قدامي. بصيت له باستغراب: امضي. مسكت الورق وبدأت اقراه: عقد عرفي؟ انت كنت فاكره ايه؟ لا ده مستحيل يحصل، انا مش همضي. تعرفي انا دفعت لسوزي كام عشان ما تحبسكيش؟ انا ما قلتلكش ادفع حاجه. انا ما دفعتش عشان خاطر عيونك، انا دفعت عشان خاطر ابني يا مس يارا. كان بيتكلم بسخريه كبيره قوي. بصيت للارض وسكت. هتمضي ولا اتصرف انا؟ بصيت لي وانا مش مصدقه اني همضي وانا جوايا مشاعر كتيره قوي. اولها اني ما كنتش اتمنى اني اتجوز انا وهو بالطريقه دي. كنت بمضي وانا بعيط. بصلي بسخريه وقال: في عروسه قمر تعيط يوم جوازها؟ والله ما يصحش. بصيت له بكره وسكت. قرب مني ومسك وشي جامد: لو بصيتيلي البصه دي تاني انا مش هرحمك يا دادا. جات الدادا زينب بسرعه وقالت له: امرك يا ابني.
حاول تخبي كل حاجة غالية في مكان آمن يا دادا، البيت ما بقاش أمان. قال كلامه ده وخرج من القصر كله. قعدت على الكرسي وبدأت أعيط جامد قوي. كنت بعيط على حظي اللي وقعني في واحد بالقلب ده. كنت حاسة إني مقهورة قوي. الدادة أخدتني في حضنها وقالت بزعل: اهدي يا بنتي، هوني على نفسك، والله ما هسيب حقي لا منه ولا حتى منها، أنا هعرف أخد حقي كويس قوي. الدادة ردت بحسرة: يا بنتي مراد بيه طيب، بس الحرباية التانية هي اللي عملت كده وخليته يعمل كل ده معاكي. طب نثبت الأول إن انتي ملكيش دعوة بالخاتم وبعدها يحلها 1000 حلال. أنا مش عارفة أعمل إيه يا دادا، أروح فين؟ أنا وقعت بالناس محدش فيهم بيرحم التاني، وهروح في النص. وعند مراد كان قاعد في المكتب بتاعه وبيفتكر اليوم اللي دخلت فيه سوزي وقالت له على حكاية الخاتم. فلاش باك، كان قاعد في المكتب وفجأة كده دخلت سوزي وهي متعصبة. مراد قرب منها: في ايه يا سوزي؟ أنا كنت عندك امبارح ورجعت البيت من غير الخاتم بتاعي فين؟ وده ازاي ان شاء الله؟ ما يمكن ضاع في اي حتة. لا يا مراد، ده ضاع عندك، واللي سرقته البنت الشرشوحة اللي انت مشغلها عندك. سوزي التزمي حدودك احسن لك. وان ما التزمتش حدودي يا مراد هتعمل ايه يعني؟ انت اصلا ازاي تشغل واحدة زي دي عندك؟ تعرف طول ما انا قاعدة مع ابن اختي عينها على الخاتم وبس، قلعته عشان اروح الحمام، رجعت ما لقيتش الخاتم. مراد قعد على الكرسي وسكت. لما رجعت الكاميرات لقيتها قاعدة مكان ما حطيته. حتى بص. مراد بص في الكاميرا لقى فعلا كلام سوزي حقيقي. طلباتك يا سوزي: البت دي تمشي من البيت من عندك، أو تدفعلي تمن الخاتم، ولما أروح أشوف علي مش عايزة أشوف وشها. مراد خرج شيك من جيب بدلته ودفع أضعاف تمن الخاتم وخد الفيديو ومسحه. عودة، دخلت الدادة وقالت باحترام: القهوة يا بيه. شكرا يا دادا. بصت في الأرض وقالت: يا ابني أنا عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم. اتفضلي يا دادا، محتاجة فلوس أو أي حاجة؟ لا يا ابني، أنا مش محتاجة فلوس أو أي حاجة، كل اللي محتاجة ليه هي حاجة بسيطة يعني. عايزك تسامح يارا يا ابني، دي غلبانة ومش قصدها تعمل أي حاجة. يا دادا موضوع يارا منتهي معايا، وهي غلطت ولازم تدفع طبعا غلطتها. بس يا ابني يارا مستحيل تعمل اللي بتقول عليه ده، دي والله دي غلبانة قوي. لا يا دادا، هي بس قدرت تضحك عليكي وتخليكي تقفي في صفها. أرجوكي بلاش الأشكال دي تغريكي يا دادا، ما تغلطيش غلطي. كل ده أنا كنت سامعة وأنا داخلة أتكلم معاه. فجأة فتح الباب وقال بسخرية: كمان صناطة؟ ده انت عندك مواهب كتير قوي، أول مرة اكتشفها. كفاية بقى، أنا ما اسمحلكش، أنا مش صناطة. لا بجد، وأنا المفروض أصدقك وأنا ماسكك بإيدي وقدام عيني دلوقتي؟ انت بتكدبي وأنا شايفك. لا، أنا كنت جاي أتكلم معاك، لقيتك بتقول كده، والله كنت لسه هدخل. بصلي بقرف وبعدين ساب البيت. قررت ألبس وأنزل أنا كمان. رحت لسوزي بيتها، وأول ما دخلت وقفت وقالت بضحك: الحرامية اللي سرقت الخاتم عندي في البيت. لا والله ده البيت نور. قربت منها وأنا بزعق: انتي عارفة كويس إن الخاتم أنا ماليش علاقة بيه، صح ولا غلط؟ قربت مني ومسكت خصلة من شعري وهي بتقول ببرود: عارفة، وعارفة كويس قوي كمان، ما أنا اللي لفقت ليك الموضوع ده وعملت كده ليه؟ انتي فاكرة إن أنا هسيبلك مراد وعلي كم واحد؟ لا ده انتي مجنونة. انتي بكل هدوء كده لو ما مشيتيش من نفسك أنا هدمرك، وبإيد مراد مش بإيدي. قربت منها وقلت بتحدي: انتي ما تقدريش تعملي حاجة أصلا، ومهما كان أنا أقوى منك. بيتهيألك أنا معايا مراد وده كفاية قوي، فيلا اطلعي بره. بصيت لها بقرف وطلعت. كنت قدرت أسجل كل حاجة حصلت معانا. مسكت الفون وقلت: دليل براءتي معايا. انتي غبية قوي يا سوزي. رجعت البيت وأنا فرحانة قوي، لكن وأنا داخلة لقيت علي في الجنينة. رحت بسرعة علشان ألعب معاه، بس علي جري عليا وخبط فيا جامد. بسبب كده الفون طار من ايدي ووقع في البسين. بصيت للفون ونزلت بسرعة اجيبه. ليه كده يا علي؟ فضلت اعيط جامد قوي وانا مش عارفة اعمل ايه.
وعلي قرب مني بزعل. أنا آسف يا يارا، أنا ما كنتش أعرف والله إن هو مهم. حضنته بزعل. ولا يهمك يا حبيبي، عمري كله تحت أمرك. علي كان حاضني وأنا مبلولة، وفي الوقت ده دخل مراد وشافني والهدوم لازقة عليا. قرب مني بغيرة ولبسني الجاكيت بتاعه وشالني دخلني لجوه. نزلني. انت ازاي تشيلني بالطريقة دي؟ انت اتجننت. رد عليا هو كمان بزعيق. انت اللي اتجننتي وبتسأليني انا اللي اتجننت عشان دخلتك من قدام الحرس، ولا كان عاجبك قعدتك قدامهم وهما بيبصوا فيكي؟ عاجباكي نظراتهم؟ طب على الاقل انا جوزك. كنت مصدومة من كلامه وما قدرتش امسك نفسي ونزلت على وشه بالقلم. عيونه احمرت وتعصب قوي وقال: امشي من قدامي فورا، والله لو فضلتي قدامي دلوقتي انا مش عارف ممكن اعمل فيكي ايه. امشي احسنلك. اول ما قال كده طلعت اجري بسرعة ودخلت الأوضة وقفلت على نفسي. فضلت قاعدة لوحدي طول الوقت. علي نام والدادة كانت بتعمل الأكل. قررت إن أنام من التعب. وبالليل صحيت على زعيق جامد منه. فتحت عيني لقيته قاعد قدامي. شديت الهدوم عليا وقلت بصدمة: انت بتعمل ايه هنا؟ شديني من شعري. انت ازاي تروحي لسوزي البيت وتتخانقي معاها؟ هو ايه ده؟ حرامي وكمان بجح. زقيت ايده وزعقت له: انا مش حرامية، انا معايا تسجيل يثبت ان انا بريئة. فين التسجيل ده؟ جيت الصبح ووقع في المية والفون كله باظ وانا بعته يتصلح. قرب مني وقلبه كره. انت كدابة قوي وكل حاجة فيكي كده. بجد انا مش فاهم ازاي قدرتي تضحكي على ابني وتخليه يحبك كده. لولا هو كان زماني رميتك في الشارع، بس والله لا تدفعي تمن كل غلطة عملتيها. وبعدين ساب الأوضة وخرج منها. قمت اتوضى واصلي وادعي ربنا انه يخرجني من اللي انا فيه. وبعد الصلاة قعدت على السجادة افتكر كل حاجة حصلت معايا من اول ما عرفته. فلاش باك. انا كنت مدرسة في مدرسة انترناشونال، وفي يوم جه طفل جديد المدرسة. كان دايما ساكت ولوحده والاطفال بتتجنب تتعامل معاه. وفي يوم قربت منه: حبيبي ينفع نتكلم؟ لكن هو مردش. سبت الولد ورحت اسأل عليه الإدارة. ده ابن مراد عامر، رجل أعمال، ووالدته توفت من كام يوم، ومن وقتها وهو كده دايما لوحده ومش بيتكلم ولا حتى بياكل مع أصحابه. سبت المدير ورحت الكلاس، بس جبت أكل معايا. بصيت للطفل وقلت: ايه رأيكم يا ولاد نعمل حفلة مشاركة طعام؟ ردت من البنات بنت: بس يا مس كده علي مش هيلعب، علي مش معاه أكل. ابتسمت لعلي وقلت: بالعكس، علي معاه أكل كتير وحلو. قربت منه وحطيت الأكل قدامه وقلت له: يلا كل واحد يدي لأصحابه أكل. الكل بدأ يشارك، حتى علي بدأ يشارك معاهم. بس بعد شوية خرجت وراه، لقيته راح الجنينة. قربت منه من غير ما يشوفني لقيته بيعيط. وقفت قدامه وشدته لحضني من غير ما اخليه يقول اي حاجة، وبدأ يعيط في حضني: انا عايز ماما. ماما يا حبيبي راحت عند ربنا، وصدقني هناك احلى بكتير، بس انا مش عارف اكمل حياتي من غيرها. حضنته جامد قوي وقلت له بزعل: كلنا هيجي يوم وهنمشي زيها، وهي اصلا دلوقتي في الجنة، فلازم تدعي لها وما تعيطش عشان ما تزعلش. مسح دموعه وقلب طفولة: يعني انا لما بعيط هي بتزعل مني؟ ابتسمت وهزيت راسي: ايوه، وبتزعل جامد قوي كمان. عدى شهر وطول الوقت ده كنت بعمل اكل كل يوم لعلي وبجيب ليه حلويات. وفي يوم رجع علي البيت وقعد قدام ابوه. مراد بابتسامة قال له: علي بيه عايز ايه؟ عايز المس يارا تيجي تقعد معايا هنا في البيت. رد مراد عليه باستغراب: مين مس يارا دي؟ علي ابتسم وحكى ليه كل حاجة. اوكي يا حبيبي. وبعدين خرج ورقة وقلم من جيبه وكتب فيها حاجة، وبص لابنه وقال: خد الورقة دي واديها للمس يارا بكرة. الولد من الفرحة حضن أبوه جامد، وتاني يوم دخل الكلاس وقرب مني واداني ورقة وقال لي: دي من بابا. فتحتها واتصدمت من المكتوب فيها. كان مكتوب: ابقي تعالي البيت قضي شوية وقت مع الولد وهدفعلك اللي عايزاه. ومن العصبية قمت مقطعة الورقة قدام الولد. قربت منه وقلت بهدوء: حبيبي ادخل يلا وكل سندوتشاتك. واخر اليوم علي وصل البيت وفضل يعيط جامد قوي وكان مقهور. مراد قرب منه وقال: مالك يا حبيبي؟ المس قطعت الورقة يا بابا. مراد وقف وفضل يفكر وحس ان هي بتقلل منه. وتاني يوم وصل الحضانة
وكان لابس بدلة سودا وكمان لابس نظارة. وأول ما دخل الكل فضل يبص عليه بانبهار. دخل الكلاس وقال: انتي المس يارا؟ وقتها أنا كنت ماسكة الكتاب وبشرح للأطفال. بصيت له من فوق لتحت وقلت: أيوة أنا. مين حضرتك؟ وإزاي تدخل كده من غير إذن؟ شد الكرسي بتاعي وقعد عليه وحط رجل على رجل ويرد عليا بكل برود: انتي اللي قطعتي الورقة امبارح وفهمتي الموضوع غلط. حطيت إيدي في وسطي وقلت بنرفزة: يعني أنت اللي بعت الكلام السخيف ده مع ابنك؟ يا أخي عيب على سنك. وقف وقرب مني. اللي أعرفه إن اللي ترفض عرض زي ده تبقى خايفة على نفسها، يعني جميلة وفيها أنوثة، لكن انتي رفضتي ليه؟ أنا مش شايفك جميلة، والصراحة يعني حتى الأنوثة مفيش 1% عندك. وبعدين ضحك بسخرية: أنا حاسس إني بكلم راجل بلبسك ده. حاولت أداري غيظي منه وقلت ببرود: مش فارق معايا رأيك خالص، يعني تقدر تقول رأيك ده ارميه في أي سلة زبالة ولا يفرق معايا. وعرضك ده كمان كان ممكن يتقدم بطريقة أحسن من طريقتك اللي قدمتها. أنا مش بروح بيوت، فتقدر تاخد نفسك بقى وتمشي، علشان أنا عايزة أكمل حصتي مع الولاد، ويا ريت علي ما يغيبش تاني. مراد خرج من الكلاس وهو متعصب قوي ورجع البيت. وأول ما دخل قرب منه علي بسرعة وقال: قول يا بابا، جبت ميس يارا معاك ولا لأ؟ يوه، هو مفيش في الدنيا غير المس دي، شوف أي واحدة تانية، دي واحدة لسانها طويل ومتبري منها. علي دموعه نزلت: أنا مش عايز غيرها، ومش عامل ولا شارب ولا آكل غير لما تيجي. ما تاكلش ولا تشرب يا سيدي، انت حر في نفسك، لكن أنا مش ههين نفسي أبدا. قربت الدادة منه وقالت: خلاص يا بيه، بالله عليك عشان نفسية الولد. مراد بصلهم وساب البيت كله ومشي. قربت الدادة وحضنت علي اللي فضل يعيط: أنا عايز ميس يارا يا دادة. الولد فضل أسبوع ما يروحش الحضانة وطول الوقت بيعيط وعلى طول في السرير. الدادة من قهرتها عليه راحت الحضانة، وأول ما وصلت دخلت الكلاس وقربت مني: أسفة يا بنتي لو جيت من غير إذن. اتفضلي حضرتك، مفيش مشكلة. الدادة قعدت وقالت: أنا المربية بتاع علي. قربت منها بسرعة: علي هو فين؟ ده بقاله أسبوع مش بيجي الحضانة، هو تعبان؟ علي ده يا حبة عيني بقاله فترة تعبان قوي. قعدت قدامها ورديت بقلة حيلة: وانا اعمل ايه طيب؟ مسكت ايدي وحرفيا كانت هتبوسها، بس انا سحبتها بسرعة وقلت: استغفر الله، ليه كده؟ يا بنتي انت الحل الوحيد، انا خايفة الواد يجراله حاجة، والله مش هقدر استحمل. الست فضلت تتكلم كتير وانا قلبي ساعتها وجعني قوي. ابتسمت لها وقلت: انا هاجي معاكي وهفضل معاه طول اليوم وارجع بيتي بالليل. رحنا البيت واول ما دخلنا لقينا علي قدامنا، فجري عليا وحضني جامد وقال بعياط: اوعي تسيبيني تاني يا ميس. بص راسه وقلت له: انا مستحيل اسيبك يا روحي. فضلت اهزر معاه واضحكه وهو كان فرحان. وبعدين بدأت اذاكر له واخدته وقعدنا. دخل مراد قرب وقال: ايه ده؟ انتي هنا بتعملي ايه؟ وقفت ورديت عليه ببرود: انا هنا عشان علي. طب تعالي معايا. مشي وراح المكتب بتاعه وانا مشيت وراه. دخل وقعد وحط رجل على رجل وقال ببرود: كويس ان انتي جيتي، نتفق بقى على المرتب، عايزة كام؟ قعدت قدامه وبرضه حطيت رجل على رجل وقلت: انا مش بدور على فلوس قوي، يعني انا ممكن اخد نفس المرتب بتاعي اللي كنت باخده في الحضانة. ايوه، اللي هو كام يعني؟ باخد 5000 جنيه. لا بجد؟ يعني انتي مضحية قوي كده؟ وقفت ورديت عليه: بقولك ايه، هو مش تحدي من يعرف يرد، انا بقولك اهو طلبي وخلاص، اصلا انا هنا عشان خاطر علي وبس. وقف ولبس نضارته وقال: تمام اتفقنا. وبعدين خرج من البيت. عدى شهر وانا بشتغل مع علي وبهتم بيه وبساعده وبعمل كل حاجة عايزها. انا حبيت علي قوي وبقيت بحس ان هو ابني. وفي يوم وانا قاعدة في المطبخ دخل مراد وكان لابس تيشيرت اسمر وبنطلون رياضي. بصلي ببرود وقال: علي فين؟ علي فوق نايم وانا النهاردة همشي. مالك؟ بصيت ليه بتعب: امي تعبانة ولازم اروح اشوفها. وقفت علشان اتحرك لكن كنت هقع، بس هو سندني بسرعة وقال بقلق: يارا انتي كويسة؟ دموعي نزلت: لا مش قادرة. شالني وطلع بيا الأوضة بتاعتي ودخل بيا الحمام. حرارتي كانت مرتفعة جدا. فتح الدوش علينا احنا الاتنين وكان بيتعامل معايا على أساس اني طفلة. وبعد وقت كنت نايمة في السرير ودخلت الدادة.
أول ما شافتني قالت بخضة: يا لهوي، إيه اللي حصل لها يا ابني؟ مراد مسح المية من على وشه وقال: يا دادا حرارتها مرتفعة، فمعرفتش أعمل إيه غير كده، غير لها بسرعة وأنا هطلب لها الدكتور. نزل بسرعة غير هدومه وطلب الدكتور، والدكتور كشف عليا وكتب علاج ومشي. وبعد شوية فقت من النوم لقيته جنبي هو وعلي. بصيت ليهم وقلت بتعب: هو إيه اللي حصل؟ انت تعبتي وبابا شالك زي البطل كده ودخلك الحمام وحطك تحت الدوش. حكى ليا كل حاجة حصلت. بصيت لمراد وقلت: شكرا. ابتسم لي، ودي كانت أول مرة يبتسم لي. العفو يا ستي، ولا يهمك، أنا ما عملتش حاجة. وفي الوقت ده دخلت الدادة ومعاها أكل وحطيته قدامي. يلا يا بنتي عشان تاكلي. أكل إيه يا دادة؟ أنا مستحيل أكل شوربة خضار. لا، ما في فرخة اهي يا يارا. يا أنا مش باكل الفراخ. مراد شدني وقال: في حقن تحبي تاخديها بدل الأكل؟ لا لا لا، بلاش حقن عشان مش بقدر والله. خلاص يلا كلي. بدأ يفصص الفراخ ويأكلني بنفسه، وبعد الأكل اداني الدواء ونمت. الأيام كانت بتمر واحنا بقينا صحاب جامد قوي. وفي يوم كنت في البلد عند أهلي، وأول ما رجعت جري عليا علي وحضني. اوعي تغيبي عننا تاني يا يارا، ما تمشيش. قرب مراد وقال هو كمان: علي معاه حق، البيت من غيرك وحش قوي. عدت سنة وكانت أجمل سنة في حياتي. وفي يوم كنت في المطبخ وبعمل كوكيز لعلي وهو قاعد معايا. علي فضل يلعب بالدقيق. علي ما يصحش كده. علي شال الدقيق وحطه عليا. بقى كده رميت أنا كمان الدقيق عليه، وهنا بدأت الحرب ما بيننا. مراد دخل وفضل واقف على الباب، ومرة واحدة زعق وقال: بس ايه الاستهتار ده؟ اقفوا جنب بعض يلا. وقفنا زي التلاميذ جنب بعض. مراد قرب مننا: انتم ازاي تعملوا كده؟ اطفال يعني؟ انتم مش شايفين المطبخ بقى عامل ازاي؟ وانت يا كبيرة يا عاقلة، ايه اللي عملتيه ده؟ ردي عليا. بصيت في الارض وسكت. قلع الجاكيت وفضل قاعد بالقميص وبيزعق لنا. ومرة واحدة لقينا الدقيق واقع علينا. بصينا لمراد اللي قال: ما ينفعش تعملوا كده من غيري. وبدأت الحرب من تاني، وكنا بنضحك جامد قوي. آخر اليوم كنت نايمة أنا وعلي على الأرض في الجنينة، وكنا بنبص للسما. لقينا مراد جه ونام في النص بينا. علي طلع فوق بطنه وقال: بابا، هو أنا لما أكبر هيكون عندي إخوات كتير؟ سكت شوية وبعدين رد: أيوة يا حبيبي. طب هم هيكونوا منك أنت ويارا؟ اتصدمت من كلمة علي، فما بقيتش عارفة أقول حاجة. بس مراد بصيلي وفضل مركز في عينيا. في الوقت ده سمعنا صوت عربية بتزمر. مراد راح يشوف مين. قربت من علي وقلت بغيظ: انت ما بتعرفش تسكت خالص. طلع لي لسانه: لا مش بعرف. ضحكت وشديت الحضن جامد. ببص ورايا لقيت مراد جاي ومعاه واحدة وهو فرحان: علي، خالتك سوزي جت. علي بصلها ببرود وما ردش، وهي قربت منه وقالت: لولي وحشتني. ما اسميش لولي، أنا اسمي علي ومش بحب حد يدلعني. بصلي وكمل: يلا يا يارا نطلع فوق. شلته وطلعت الأوضة، وأنا متغاظة من البنت دي. فضلت واقفة في الشباك أبص عليهم. بصيت لعلي وقلت بغيظ: هي صاحبة أبوك دي هتمشي إمتى؟ قرب مني: دي مش صاحبة بابا، دي أخت مراته اللي هي ماما. يا عم المهم تمشي. بصيت تاني ناحيتهم لقيتها قربت منه وبسيته من خده. دي بتبوسه، ازاي يقبل بكده؟ ومن غير تفكير نزلت لقيتها مشت. قربت منه وقلت: ازاي يا استاذ تسيبها تبوسك كده؟ رفع حاجبه وقال: ايه ده؟ مالك؟ ها، مالي؟ انا مالي، انا كويسه اهو، بس ما يصحش ابنك موجود. قرب مني خطوه: انتي بتغيري؟ اتكسفت وبصيت في الارض: لا مش بغير يعني. رفع وشي بايديه وقال بابتسامه كان كلها حب: بتحسي باللي بحس بيه؟ طيب على العموم انا مش هخليها تقرب مني تاني عشان خاطر عيونك الحلوين دول. هربت منه ودخلت الأوضة بتاعتي وحطيت إيدي على قلبي. فرحت قوي بس الفرحة دي ما دامتش. تعاملي مع سوزي كان بارد جدا، وهي كانت عايزاني أمشي من الشغل، بس ما عرفتش تخلي مراد يطردني، وكنا بنتعامل حلوة قوي. وفي يوم جت سوزي وضيعت الخاتم بتاعها ولبستني أنا في الموضوع. عودة تاني يوم كنا قاعدين على السفرة كلنا. مراد بص لعلي وقال: بالليل في حفلة عند خالتك سوزي، هتيجي معايا؟ رد علي وهو بياكل: أنا مش عايز أروح عندها يا بابي ومش هروح. علي بلاش عند، أنا قلت هتيجي معايا يعني هتيجي. بص علي ليا وقال:
هاجي معاك في حالة واحدة بس، لو يارا جت معانا. انت اتجننت يا علي؟ انت عايزها تيجي معانا في كل حاجة؟ انسى، لا مستحيل ده يحصل. بصيت لعلي وقلت: علي روح مع ابوك وانا مش هروح. لو يارا ما جاتش معانا انا مش هروح. مراد غصب عنه وافق. وبالليل كنت واقفة قدام المراية وبلبس، وكنت لابسة فستان زهري وسايبة شعري. دخل علي وقال بابتسامة: شكلك جميل قوي يا يارا. قربت منه وقلت له بحب: انت اللي شكلك جميل قوي يا حبيبي. نزلنا وكان مراد مستنينا في الليفينج. اول ما نزلت وقف مصدوم من جمالي، بس فاق لنفسه وخرج من البيت واحنا رحنا وراه. وبعد ساعة وصلنا الفيلا اللي فيها الحفلة. كان في ناس كتير مش شبهي، وكان مكان غريب وانا مش حباه. فضلت لوحدي طول الوقت. قربت مني سوزي وقالت ببرود: مش فاهمة انت عاملة ليهم ايه برغم كل حاجة حصلت، الا ان هم لسه متمسكين بيكي. والله غريبة قوي. يمكن علشان سالكة ومش بحاول افرض نفسي على حد. قربت مني وقالت بخبث: يمكن علشان بتديله حاجة كده. وقبل ما تكمل كلامها كنت نازلة على وشها بالقلم، وفي نص الحفلة بتاعتها وقدام كل أصحابها. سوزي ابتسمت بخبث، وبعدين راحت بسرعة على مراد وقالت بدموع: شفتي يا مراد؟ شفت الجربوعة دي عملت فيا ايه؟ شفت؟ وفضلت تعيط في حضنه. وطبعا كل ده كده. مراد قرب مني وعيونه حمرا وشدني وخرج من الحفلة. كان ماشي وهو متعصب قوي. أنا قلت له بقلق: مراد اسمعني. طلع بره الفيلا ورماني في الشارع وزعق: انا مش عايز اشوف وشك تاني. علي بدموع: لا يا بابي. مراد شاله بالعافية: انت تسكت خالص، بسببك كل ده حصل، والحيوانة دي دخلت حياتنا ودمرتها. وبعدين ركب العربية وأخد علي وهو بيعيط ومشي. فضلت قاعدة في مكاني وأنا مصدومة ومقهورة في نفس الوقت، وقلبي وجعني ومش عارفة أروح فين أو أكلم مين، والفون بتاعي كان بايظ. قربت مني واحدة وقالت: قومي. سندتني وقمت وأنا تعبانة. بصيت لي بزعل: أنا شفت اللي حصل جوه، أقدر أساعدك إزاي؟ لو تديني فلوس أروح بيها أكون شاكرة ليكي، ووعد أول ما أوصل لأهلي هرجعهم ليكي. الست خرجت فلوس كتير قوي من الشنطة بتاعتها واديتها ليا. شكرتها ومشيت بعد ما عرفت اسمها، ورجعت البيت واخترعت كدبة عشان محدش يسألني على الشنط أو أي حاجة. وبعد أسبوع وصلت للست اللي ساعدتني واديت لها فلوسها. الست ابتسمت وقالت: ما كانش في داعي ترجعيهم. لا ازاي؟ حضرتك تشكري على كل حاجة عملتيها معايا، وانا الصراحة ما كنتش هرتاح غير لما ارجع الفلوس ليكي. ابتسمت وقالت: انا عرفت كل حاجة عملتها سوزي معاكي واقدر اساعدك. لا مفيش داعي، انا دخلت وسط ما ينفعش اكون فيه للأسف، ومش هدخل نفسي فيه تاني. سلمت عليها ورحت شغلي القديم. علي ما بقاش يجي ولا عرفت اي حاجة عنه. وبعد شهر دخلت الكلاس لقيت مراد قدامي. رفعت حاجبي وقلت: انت بتعمل ايه هنا؟ اطلع بره. وقف وقرب مني وشدني لحضنه. حاولت ازقه بس فشلت. اتكلم بصوت هادي وقال: انا بحبك. زقيته جامد قوي وقلت: ابعد عني، انت فاكر ايه؟ وبعد شوية مسك وشي وقال بقهر: انا اسف، انتي بسببي عشت ايام كتيرة قوي صعبة. انا غلطت في حقك وطالب فرصة. وبعدين قلت له ببرود: مالكش فرصة عني، انا واحدة حرامية. وبسرعة حط ايده على بقي وقال: لا ما تقوليش كده، انتي مش حرامية. خلاص سوزي جت واعترفت بكل حاجة عملتها، وانا خليتها تخسر كل حاجة عندها. لا والله خلاص ما بقاش يفرق. والله خلاص ما بقاش يفرق انت عملت ايه علشاني. من فضلك اخرج، انا عايز اشوف شغلي. انا مش همل وهفضل اجيلك كل يوم، وعلي على فكرة نفسه يشوفك. قال كده وقرب مني وبس راسي وخرج. وتاني يوم جه هو وعلي. علي اول ما شافني حضني جامد قوي. كده يا يارا تبعدي عني، انتي وحشتني قوي. اسفة يا حبيبي، كان غصب عني. طب ممكن ترجعي تاني معانا صح؟ هزيت راسي بلا وقلت بزعل: اسفة يا علي، بس مش هينفع للأسف. دخلنا الكلاس ولقينا ورد. بصيت له وقلت: الله، مين جاب الورد الجميل ده؟ ردت البنوتة الصغيرة: ده بابا علي يا ميس، وقال ان هو علشانك انتي. مسكت الورد ورميته في السلة، ولقيت حد بيرن عليا من رقم غريب. الو؟ كده برضو يا قلب مراد ترمي الورد في السلة؟ بصيت اتجاه الشباك لقيته قدامي. انت جبت رقم الجديد ازاي ومنين؟ ابتسم وقال: مصادر الخاصة يا قلب مراد. قفلت معاه وعملت له بلوك
وبعدها نزلت البلد عشان تجهيزات فرحي. الصراحة كنت زعلانة قوي إن هظلم شخص معايا وأنا قلبي في حد تاني. وصلنا أتيليه الفساتين واخترت أي حاجة عشان نخلص من المهزلة دي. سعد اللي كان خطيبي وقتها قال لي: انتي الفستان عجبك ولا نشوف غيره؟ أي حاجة يا سعد الله يخليك. سعد بص بزعل وسكت. وبعد شوية رجعت البيت لقيت رسايل من رقم جديد: ردي عليا. لكن أنا ما ردتش. الأسبوع الجديد جه وبدأت الدراسة، ومراد راح الحضانة وسأل عليا. المدير قال له: خلاص يارا مش هتقدر تيجي. ليه؟ هي تعبانة؟ لا بعيد الشر، أصل النهاردة فرحها. مراد حس إن حد سحب روحه منه، قام وركب عربيته بسرعة ونزل على البلد، وصاحبه كان معاه. صاحبه بخوف: مراد بالراحة وحياة أبوك. بالراحة إزاي؟ والهانم رايحة تتجوز واحد غيري، والله لا تربق الفرح فوق نفوخها. وصل القاعة وقبل كتب الكتاب بأقل من 5 دقايق وقف وقال: استنى يا عم الشيخ، إزاي عايز تكتب كتاب واحدة متجوزة؟ متجوزة؟ إزاي يا ابني؟ فين الإثبات؟ بص لصاحبه وقال: الأوراق مع الأستاذ مصطفى وموثقة كمان. خرج عقد الجواز والشيخ قال: فعلا مراته. فوقف ومشي. سعد قرب مني وكان هيمد ايده عليا، لكن اخويا بعده: انتي متجوزة يا هانم؟ عشان كده مش قادرة تستحملي ان انا اكون معاكي؟ حتى الفستان جبتيه من غير نفس، طلعتي واحدة. وقبل ما يكمل كلامه اخويا حط ايده على بقه وقال: بقولك ايه، انا اختي ب100 راجل واكيد في حاجة. سعد مشي ومعاه اهله والكل مشي وما بقاش غيري انا واهلي. قربت من مراد ومسكته من هدومه وزعقت: انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا بحبك، عارف انه غلط بس مش هسيبك تضيعي مني. بص لاهلي وقال: بنتكم اشرف من الشرف. وحكى لهم الموضوع كله وانا بحبها. ماما ابتسمت وقالت: حل مشكلتك مع مراتك في بيتكم يا ابني. ومراد قرب منها وباس ايدها وقال: عيوني يا امي. انا مش هروح مع حد ومش هروح في اي حتة. مراد قرب مني وشلني على كتفه ومشي، وانا برضو زعلانة منه. رحنا الفيلا وقعدت على الكنبة. علي جه بسرعة وقال: الله يا يارا، انتي عروسة؟ مراد غمزلي وقال: عروسة ابوك. وقفت ورديت عليه وانا بحط ايدي في وسطي: مش هيحصل. الله يا بابي، هاتولي اخوات كتير بقى. وبعدين علي مشي. مراد بصوت عالي: عيوني يا حبيبي. وشدني لحضنه. وعدى شهر ومفيش حاجة بعملها غير اني في حضنه. مراد كان مصر انه يخليني انسى كل حاجة، وفعلا نسيت كل حاجة في حضنه. وفي يوم تعبت وعملت تست حمل وطلعت حامل. مراد اول ما عرف هو وعلي عملوا حفلة كبيرة في البيت، ومرت السنين واحنا مع بعض في سعادة وفرحة. ولحد هنا تكون خلصت حكايتنا يا حلوين. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. فلو عجبتكم القصة ووصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدعموا قناتنا بلايك وكومنت وتشتركوا فيها عشان توصل لكم كل القصص والحكايات الجديدة. واشوفكم على خير في قصة وحكاية جديدة. وكانت معاكم لوكا. سلام حبايب قلبي اللي وحشوني قوي من اخر قصة ما بينا. بصراحة انا بستنى زيكم القصة اللي جاية وبكون متحمسة ليها جدا، واكتر من كل ده ببقى متحمسة لكل تعليقاتكم الحلوة. وايه رأيكم نلعب النهاردة لعبة جديدة؟ هسألكم سؤال وعايز اشوف تعليقاتكم واشوف اجابة كل واحدة مين الصح ومين الغلط. السؤال بيقول: اين توجد حاسة الشم عند الثعبان؟ الانف ولا الجلد ولا اللسان؟ يلا هشوف مين فيكم اشطر واحدة. وطبعا زي ما انتم عارفين مش كل حياتنا هتبقى لعب وخلاص. يلا بينا علشان نذكر ربنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويلا بسرعة اكتبوا لي كل واحدة فيكم ذكر من أذكار علشان نجمع أكبر قدر ممكن من الحسنات. يلا بينا ندخل على القصة. للكاتبة أميرة: ما كنتش متخيلة ان كل ده يحصل منك انتي. انا ما كانش ليا اي حد غيرك، بس انا مش هرتاح غير اما ارجع كل حاجة اخدتيها مني، وهندمك في الاخر على كل لحظة شفتيني بتألم فيها وانتي سعيدة بده. اسمي رهف او الدكتورة رهف زي ما بابا الله يرحمه كان بيقولي. عندي 21 سنة. رحت الجامعة تاني يوم اسبوع من وفاة بابا وماما عشان الامتحانات خلاص قربت. المهم قابلت حسين حبيبي اللي عشت معاه اجمل ايام حياتي طول ال4 سنين اللي فاتوا. استنوا، هو اكبر مني ب2 بس والده كان خلاه يعيد 3 ثانوي مرتين عشان يعرف يجيب مجموع طب بشري. المهم دخلت الكلية ولقيته في وشي. اول ما شافني جه بسرعة عليا وقال لي: اخيرا يا رهف سمعتي الكلام ورجعتي الكلية.
انا مش قادره اوصف لك سعادتي قد ايه بمجرد ما شفتك. حسيت وقتها فعلا ان هو ده عوضي في الدنيا بعد ابويا وامي ما ماتوا. رديت بلهفه وقلت له انا رجعت عشان اكمل حلم ابويا يا حسين، مش اكتر. لو كان عليا بصراحه كنت فضلت قاعده في اوضتي ما خرجتش منها ابدا لحد ما اروح لهم. يا ستي بعد الشر ليه بتقولي كده بس؟ ده انا لو حصل لك حاجه انا ممكن اموت بعدك، اعيش ازاي انا من غيرك؟ ربنا يخليك ليا يا رب يا حسين، انا فعلا ماليش اي حد في الدنيا بعدك. خلصنا كلام ودخلنا الكليه وحضرنا المحاضره سوا. بس الدكتور كان في المحاضره دي بيشرح جثه قدامنا، لكن والدكتور بيشرح لقيت نفسي مش قادره. انهارت مره واحده، افتكرت ابويا وامي انهم بقوا كده زي الجثه، لا حول ليهم ولا قوه. فضلت اعيط بصوت عالي مش عارفه اهدى نفسي خالص. رحت خارجه بسرعه من المحاضره وحسين بقى بيجري ورايا وقام ماسك ايدي موقفني. مالك بس في ايه اللي حصل عشان تجري كده؟ قلت له انا بعيط. اتخنقت يا حسين، ما قدرتش اشوف الجثه خالص، فكرتني بحاجه وجعتني في قلبي. معلش يا حبيبتي، تعالي اركبي معايا العربيه وانا هوصلك، لان بصراحه بمنظرك ده ما امنش انك تروحي لوحدك خالص. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طبعا مش هينفع، الناس اللي حوالينا هيقولوا عليا ايه يعني؟ لا لا انا هعرف اروح لوحدي. انا قلت هوصلك يعني هوصلك، المفروض تقولي حاضر وبس، مش تجري كده وما تعبرنيش. يلا اتفضلي اركبي العربيه عشان اوصلك. ركبت معاها العربيه وخدني وصلني لحد البيت. ولاجل الحظ المنيل سهى اختي كانت تكون واقفه قدام المحل وتشوفني وانا في العربيه مع حسين. سهى دي تبقى اختي الكبيره والوحيده، انا ما عنديش غيرها، هي اكبر مني بسنتين. المهم لقيتها جت بسرعه قدام العربيه وفتحت الباب وقالت لي هي وصلت يا زفت الطين انتي انك تيجي في عربيه مع راجل غريب؟ اعمل فيكي ايه؟ انا خلاص تعبت منك ومن تصرفاتك المايعه دي، انتي واحده عنيده. حسين وقتها نزل بسرعه من العربيه على صوت اختي العالي، وقف قدامها وقال لها انا وصلتها لانها تعبانه في الكليه وما قدرتش تكمل المحاضره، ثم ان ما ينفعش اللي بتقوليه ده يا انسه، عيب تقولي كده على اختك يعني. لقيت سهى بتقرب عليه ووشها كله غضب وبتقول له ايه ده ايه ده ايه ده، وانت ايه اللي حشرك في اللي بقوله لاختي؟ انت ايه اللي لسه موقفك اصلا؟ لقيت حسين ابتسم وقال لها ايه ده ثواني، انت سهى محمود؟ صح، انا حسين الالفي، انا كنت معاكي في فصل واحد في ثانويه عامه. حسين الالفي افتكرتك، انت والشله الصايعه اللي كنت اول ما المدرس بيخرج بره بتطلعوا السجاير وتشربوها وانت تطلعي تجري تقولي للمستر علينا. انا فاكرك يا فتانه انت. وكنت في مره صراحه ما قدرتش اسكت لك، كنت مستفزه قوي، مسكتك هزقتك، بس انت ما كنتيش بتحسي خالص، كنت برضو بتفضلي تغيظي فيا وتضحكي عشان تفرسيني اكتر. ياه كانت ايام يا حسين. المهم هو انت مع رهف في الكليه؟ ايوه معاها في نفس السنه، عشان يا ستي ابويا كان مصمم ان اطلع دكتور زيه، فاخدت سنه ثالثه 3 مرات. المهم انت رحتي فين ومعاكي ايه دلوقتي؟ ابدا، انا خلصت تجاره وقعدت في محل العطاره بتاع ابويا، مسكت بقى حساباته، وحاليا انا اللي ماسكه المحل كاداره وكحسابات كمان، وربك بيعين ونعم بالله. طبعا اذنكم بقى عشان انا لازم امشي بدل وقفه الشارع دي. يلا فرصه سعيده. مبسوط اني شفتك يا سهى. وركب عربيته ومشي، بس سهى فضلت بص على العربيه وتشاور له وهو ماشي. انا وقتها قلت لنفسي انها ممكن تكون الفرحه هي دي السبب، انها يعني يفكرها بذكريات الطفوله مش اكتر. واخدت بعضي وسبتها وطلعت. وبعد ما طلعت لقيت سهى طلعت ورايا على طول وفضلت تسالني عن حسين وايه علاقتي بيه، بس طبعا انا انكرت ان احنا بنحب بعض عشان ما افتحش على نفسي باب جهنم. وبعد كام يوم كنت وقتها بكلم حسين في الموبايل، لقيتها فتحت الباب عليا ودخلت مره واحده. رحت قافله الموبايل بسرعه، وبعدها لقيتها بتقرب مني وعلامات الغضب على وشها وقالت لي هو ايه علاقتك بيه يا رهف؟ وما تكدبيش زي المره اللي فاتت، انا سمعت المكالمه كلها. ما انت لو كنتي سمعتينا يا سهى يبقى اكيد عرفتي ان انا وحسين بنحب بعض والكليه كلها عارفه قصتنا سوا. يعني انت رايحه الجامعه عشان تمشي على حل شعرك يا هانم هناك؟ انت بني ادمه غير محترمه، وانا بقى هعرف اربيكي ازاي. هاتي الموبايل ده وانا هعرف كمان اخرتها ايه مع الاستاذ حسين اللي بيوصلك وكمان معاه رقمك وبيكلمك في نصاص الليالي. انا مش هسكت. وبعدها اخدت الموبايل وقفلت الباب وخرجت راحت اوضتها. فضلت قاعده طول الليل بعيط عشان الاسلوب اللي هي بتكلمني بيه ده، وطبعا انا مش هعرف ارد عليها ولا حتى هعرف اخد الموبايل منها، لانها دايما شخصيتها اقوى مني، وانا كمان محترمه فرق السن اللي ما بينا. تاني يوم جيت اروح الكليه لقيتها منعتني وقالت لي لا يا حبيبتي خلاص مفيش كليه تاني النهارده. حاولت معاها كتير عشان ترجع في كلامها. ازاي بس؟
دي امنيه بابا وما ينفعش ان ما اعملهاش. انا قلت خلاص مفيش جامعه تاني من هنا ورايح، مش هعيد كلامي، وبرضه مفيش موبايلات. طبعا ما رضيتش اكسر كلامها لاني باخد مصروفي منها زي الاطفال الصغيره، وقعدت وقلت اكيد يومين كده وهترجع في كلامها. وفضل يوم يجي ورا يوم يجي ورا يوم وانا في البيت، وسهى ما بتغيرش كلامها. بس الغريب بقى اني لقيتها على طول ماشيه بالموبايل في ايديها وعلى طول بتتكلم فيه. وقتها حسيت انها بتحب، وقلت لنفسي اكيد طالما هي حست بالشعور ده هتسيبني انا كمان اكمل دراستي وارجع لحسين. لحد ما جت الصدمه الكبيره ولقيتها بتقولي شوفي انا في واحد هيجي يتقدم لي النهارده هو واهله، عايزاكي تقفي جنبي عشان انا ماليش حد غيرك. طبعا انا فرحت لها جامد قوي وحضنتها وفضلت ابارك لها وانا هموت من الفرحه. وبعد مرور شويه وقت لقيت الباب بيخبط، رحت عشان افتحه لحد لما العروسه تجهز. لقيت راجل لابس بدله ومراته سلمت عليهم ورحبت بيهم يدخلوا. ولسه جايه ابص على العريس لقيت في وشي حسين زميلي في الجامعه. وقتها ابتسمت له بفرحه وقلت له انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عارف سهى هتعمل ايه لو شافتك؟ لقيت سهى ورايا وبتقول حسين يبقى العريس يا رهف. انا اول ما سمعت كده حسيت بوجع جامد في قلبي، ما قدرتش استحمل اشوف حسين بيخطب حد غيري. دخلت بسرعه على اوضتي وخرجت كل الحزن اللي في قلبي جوه، ومسحت وشي وحطيت ميك اب خفيف عشان ما يبانش اني معيطه. وقلت اخرج واقف جنبها عشان زي ما هي قالت ملهاش حد غيري، مع انها طعناني في ظهري بخنجر مسموم. وبالفعل خرجت وانا عامله نفسي قويه، وانا كنت بتقطع من جوايا على حسين اكتر انسان حبيته في حياتي، وهو بيلبس اختي اللي المفروض هي كل حياتي شبكتها. فضلت ابص عليهم وانا قلبي بينزف من جوه، مش عارفه ازاي انا قادره اشوفهم هما الاتنين مع بعض وهما بيضحكوا فرحانين عشان خلاص بقوا لبعض. كنت قاعده بستناه يمشي بفارغ الصبر من البيت عشان اسال اختي هي عملت فيا كده ليه؟ هي قد كده بتكرهني؟ ما بتتمناليش الخير؟ ياما واحنا صغيرين بابا كان بيجيب لي اي حاجه كانت بتطمع فيها وتاخدها ليها. ياما اتضربت منه عشان كده، عشان كان بيحاول يخليها تحبني، بس مهما كان بيعمل كانت برضه شايله في قلبها كره كبير قوي من ناحيتي. وبعد ما الخطوبه خلصت وطبعا حسين مشي من غير حتى ما يسلم عليا لانه اخد اوامر من الهانم انه يبعد عني خالص، لقيتها قفلت الباب وهي ماشيه تبص لدبلتها وفرحانه وبتضحك للدبله وماشيه تغني كمان من كتر ما هي فرحانه. رحت وقفت قدامها وقلت لها ليه يا سهى عملتي فيا كده؟ انا عمري ما كنت اتصور ان الغدر ده يجي منك انتي عارفه حسين ده كان عادي جدا لو عرفت انه ارتبط باي واحده غيرك انتي. ليه عملتي كده؟ ده انتي اختي ولاقي الضربه جايالي منك انتي، ليه تغدري بيا؟ بصت ببرود وقالت انا ما عملتش حاجه، انا وحسين ارتبطنا جامد جدا ببعض، وهو عشان يثبت لي انه بيحبني مش بيلعب بيا جه البيت من بابه، مش فضايح وقله ادب في الكليه. لا هو عارف ما بحبش الصياعه دي، وجي بسرعه خبط على الباب ومعاه اهله كمان وخطبني. اللي في ايدي دي يا حبيبتي تبقى دبلته. تمام، انتي مش بكده اخدتيه خلاص؟ يعني اكيد مش هكلم حد في موبايلي. لو سمحتي بقى هاتي موبايل لو سمحتي، عشان انا اروح الجامعه بكره، عشان انا مش هسيب دراستي ولا موبايلي اللي جايبهولي بابا. انا نسيت اقولك مش موبايلك ده عجبني واخدته ليا خلاص. بالحق لو هتكملي كليتك ابقي انزلي شوفي لك شغلانه عشان تعرفي تصرفي بيها على نفسك يا حبيبتي. اصلا انا خلاص مش هصرف من فلوسي على حد، انا واحده عايزه اجهز نفسي. اتصدمت صدمه عمري. فلوسك ايه يا سهى؟ دي فلوسي برضو زيك، ولا انتي نسيتي ان ابويا هو كمان ابوكي؟ ما انا نسيت اقولك مش ابوكي بيعلي البيت والمحل بيع وشراء عشان يا حبيبتي الضرايب، ونسي بقى انه يخليني ارجع له الحاجات دي، فبكده خلاص كل حاجه بقت ورثي انا ولوحدي. سمع يا رهف، ودلوقتي تقريبا انت ضيفه عندي، والصراحه كمان ضيفه خنيقه قوي. ويلا يا حبيبتي ادخلي لمي هدومك وحاجتك كلهم وروحي شوفي لك اي مكان تعيشي فيه، لان انا خلاص كلها 3 شهور على فرحي، وطبعا جوزي حبيبي هيجي يعيش معايا هنا، فطبعا انا بغير عليه قوي قوي، وما ينفعش ان اسيبه قاعد هنا في البيت مع واحده محرمه عليه، اخاف احسن تخطفيه مني. رديت وقلت لها وانا مش قادره امسك دموعي ازاي كده؟ عمري في حياتي ما كنت اتوقع انك بالقذاره دي، ده احنا اخوات من دم ولحم واحد، انت ازاي عاوز ترميني في الشارع بشنطه هدومي؟ مفيش عندك اي ذره رحمه يا اختي؟ اتعصبت وقالت لي لا، وشنطه هدومك ايه اللي انت داخله تلميها يا حبيبتي؟ يلا بالسلامه على بره،
هدومك اللي جوه في الدولاب دي انا تعبت وشقيت ياما مع ابوكي عشان سيادتك تاخدي الفلوس على الجاهز وتروحي تحبي بيها. بقول لك ايه، انت مالكيش اي حاجه في البيت ده، وانا زهقت خلاص من الرغي معاكي. يلا من هنا بره. وفجاه لقيتها فتحت الباب ومسكت ايدي بقوه، وانا ماشيه في ايديها زي الطير المذبوح بالظبط. لا بقاوم اني اقعد ولا حتى بصوت فيها واقول لها ان مش من حقها تعمل فيا كده. المهم لقيتني واقفه على السلم بطقم خروج اللي كنت لابساه عشان احضر بيه الخطوبه بتاعتها، ونزلت الشارع عمال افكر هعمل ايه، هروح فين بعد ما هي رمتني كده رمية الكلاب. ماشيه في الشارع تايهه مش عارفه افكر خالص، الدموع بتنزل من عيني زي السيول وانا ماشيه في الشارع ودموعي على خدي. وقفني الشيخ محمود جارنا وقال لي مالك يا بنتي ماشيه تعيطي كده ليه، في ايه اللي حصل؟ اختي اخدت كل حاجه ورمتني في الشارع زي ما انت شايف كده، ومش عارفه اروح فين ولا هعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اختك دي دايما واخده بالها منك، ياما ابوكي جه واشتكالي منها وقال لي انه خايف عليكي منها، زي ما فعلا يكون قلبه حاسس باللي هتعمله فيكي بعد ما يموت. انا عمري ما كرهتها والله العظيم، طول عمري عاملاها كبيره وعمري ما زعلتها، كنت دايما بنصفها لو ابويا جه عليها وكنت بغلطه علشانها، رغم انها كانت دايما بتضايقني بكلامها وتصرفاتها. انا للاسف خلاص بقيت وحيده في الدنيا، ما بقاش لي اخوات، ما اقدرش اقول في يوم ان دي اختي. كفايه قوي انها بينت لي انها بتكرهني للدرجه دي وشايله في قلبها كميه الغل ده كله من ناحيتي. انا مش مسامحاها، انا خلاص هنساها. الراجل طقطق على كتفي وطلب مني اطلع معاه شقته اقعد مع مراته عشان ما ينفعش اقعد في الشارع للوقت ده، وطبعا انا ما كانش قدامي اختيار تاني، فطلعت وقعدت مع وقالوا لي ان ادخل انام في اوضه منال بنتهم اللي اتجوزت من كام شهر. دخلت وكمان اخدت هدوم من هدومها ونمت على السرير افكر في حل اللي انا فيه ده وازاي ارجع حقي من اختي، لحد ما افتكرت خالتي ايمان اللي عايشه في اسكندريه، وافتكرت حبها لامي كان عامل ازاي. قلت اكيد ان لو كلمتها هي ممكن تعرف تجيب لي حقي من سهى اختي. خرجت بسرعه وطلبت من الشيخ محمود موبايله عشان اكلمها. انت عارفه رقمها يا بنتي؟ يمكن احلى ميزه فيا اني بحفظ الارقام بسرعه. اداني موبايله فعلا. الو، ازيك يا خالته، عامله ايه؟ اول ما سمعت نبره صوتي عرفت ان في حاجه، لان انا ما كنتش قادره ابطل عياط. سهى طردتني في الشارع يا خالته، وكمان اخدت موبايلي وهدومي وكل حاجتي، قالت لي انت مالكيش اي حاجه هنا وكل حاجه بتاعتها هي لوحدها. انا دلوقتي قاعده عند الشيخ محمود صاحب بابا بدل ما ترمي في الشارع. يا مصيبتي، انا ياما امك اشتكت لي من البت دي ومن تصرفاتها معاكي، بس ما وصلتش بيها البجاحه لحد كده. انا جايه لك حالا انا وحسام ابني نشوف ايه موضوع الست هانم دي. هتيجي دلوقتي يا خالته ازاي؟ احنا بقينا بالليل خالص، خليكي للصبح يا حبيبتي عشان الطريق من اسكندريه للقاهره هيبقى صعب عليكي قوي. طول عمرك حنينه يا حبيبتي وبتخافي على الكل، خلي بالك من نفسك لحد ما ربنا يسهل، والصبح بدري هكون عندك. اقفلي الباب عليكي كويس بالمفتاح، احنا ما نعرفش مين الشيخ محمود ده ولا نعرف نواياه ايه. كلامي مفهوم يا رهف؟ اتحركت قوي وقتها لان هو ومراته كانوا واقفين جنبي، وكمان صوت الموبايل كان عالي جدا، فخلصت معاها المكالمه واعتذرت لهم عن كلام خالتي، بس هما تقبلوا الكلام. وقامت مراته قايله لي لا يا بنتي، خالتك صح وكويس انها قالت لك كده، معناه انها فعلا خايفه عليكي. يلا يا حبيبتي ادخلي نامي وبطلي تفكير في الموضوع عشان بكره الصبح واضح انك وراكي حاجات كتير قوي هتحصل. ماشي. دخلت الاوضه بالمفتاح، قفلت زي خالتي قالت لي عشان ما بقاش كسرت كلامها، مع ان انا فعلا واثقه في الشيخ محمود. لكن اول ما حطيت راسي على السرير لقيت الشريط بتاع اليوم كله بيتعاد قدامي. فلاش باك، انا وحسين كنا قاعدين مع بعض. تعرفي يا رهف، انتي اغلى حاجه في حياتي، مستحيل احب ولا اشوف حد غيرك في الدنيا. متاكد؟ ايوه طبعا متاكد، انتي مش عارفه انا بحبك ازاي. رجعت تاني افتكرت عينيه وهي بتبصله بنظرات تأنيب الضمير وهو بيخطب اختي، كان بيتخطى النظرات دي ويفضل يبص الناحيه التانيه. لا وكمان كان باين عليه انه فرحان جدا انه خطب اختي. ايوه يبقى هو اكيد زي ما سهى قالت لي كان بيلعب بيا وواخدني تسليه، والله العظيم مش مسامحاك ولا انت ولا هي. نمت بعدها وانا حزينه، الحزن كان مالي قلبي. ما دريتش بحاجه غير لما سمعت صوت خبط على الباب، كان الصبح بدري قوي، صوت خالتي كانت بتقول من بره مش ده بيت الشيخ محمود؟ قمت بسرعه رحت لها وحضنتها وانا بعيط جامد قوي. فضلت تطبطب عليا وقالت لي يلا يا حبيبتي ادخلي اغسلي وشك وتعالي معايا اما نروح نشوف اختك دي اخرتها ايه معانا. غسلت وشي وخرجت لخالتي والشيخ محمود ومراته، صمموا اني لازم افطر معاهم انا وخالتي، لكن خالتي رفضت وقالت معلش يا جماعه وقت تاني ان شاء الله، انا بس مستعجله
لان حسام ابني واقف تحت بعربيته مستنينا. نزلت الحسام، ودي كانت اول مره اشوفه فيها، عشان خالتي كانت دايما مش بتجيبه معاها وهي جايه لنا، كانت بتقعد بالليلتين والتلاته، ومع ذلك بتبقى سايباه مع باباه في اسكندريه. انا كنت فاكره ان هلاقيه عيل صغير 20-21 سنه، لكن لقيته عنده 27 سنه، شاب في منتهى الوسامه والجمال، والعين الخضرا بقى، وشعره كان حلو قوي. بصراحه انا وقفت مزبهله في الشارع، الهوا كان بيطير شعره، وقفت سرحت قدام جماله ونسيت اصلا الكارثه اللي انا فيها. لقيت خالتي بتقولي تعالى يا حسام يلا عشان نروح لبنت خالتك المحل. اول ما جه وقف قدامي، انتي بقى رهف اللي بسببك طول الطريق كنت هعمل مليون حادثه بسبب امي، عياط ونحنحه ويا حبيبتي يا بنت اختي، وابقى سايق في هدوء تقوم طالعه لي مره واحده معيطه تقوم فزعني وانا سايق. وقتها ضحكت على طريقه كلامه، ولقيته مد ايده يسلم عليا، فسلمت وقتها عليه وانا مش مصدقه ان ليا ابن خالة بالجمال ده كله. المهم اخدنا بعض ورحنا احنا التلاتة على محل العطاره بتاع ابويا، ولقينا سهى هناك، بس اول ما شافتنا قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين، اصطبحنا واصطبح الملك لله. خالتي قالت كويس انك عارفاه وبتذكري كمان اهو. لا يا خالتي ما تقلقيش، انا عارفه ربنا كويس ومش مستنيه حد يجي يذكرني بيه. وطالما انت عارفاه وبتقولي انك عارفاه يا حبيبتي، في بنت محترمه تطرد اختها الصغيره بالهدوم اللي عليها في الشارع في نصاص الليالي، وكمان تقولي ان كل حاجه باسمها؟ ايه عايز تاكلي مال اختك يا سهى؟ انا ما باكلش مال حد، المال ده كله مالي ومفيش حد غيري تعب فيه، واظن اني قلت لها الكلام ده. ابوها عمل تنازل عن الشقه والمحل في الشهر العقاري، يبقى خلاص بقى يا خالتي البت الحلوه الصغننه اللي قدامك اللي جايه مشوار طويل عشانها دي، وعشان ترجعي لها حقها، للاسف ملهاش حق عندي، واعلى ما في خيلكم اركبوه يا خالتي. امك تصدقي ان كانت دايما تعيط لي في التليفون من تصرفاتك وتقولي انك غلاويه، بس انا بقى ما كنتش متصوره ان في حد بيبقى غلاوي من اخته اللي المفروض من لحمه ودمه كده. انا غلاويه؟ طيب كلمتين كمان وقسما بالله هنسى انك خالتي، وديني وما اعبد لا هكون مفرجه اهل الحته كلها عليكي انتي والسنيوره الصغيره اللي بتقولي انها بغل منها دي. رد حسام وقال وقسما بالله لولا انك بنت انا كان ممكن اوريكي مقامك واعرفك اما تيجي تتكلمي مع امي بعد كده تتكلمي ازاي. ردت سهى وقالت وايه ده كمان، هما بيطلعوا منين؟ يلا من هنا يا شاطر، خد امك والبت دي وتفضلوا بالسلامه من هنا، ده محل اكل عيش ومش فاضيه لاشكالكم دي. وقتها خالتي مسكت ايدي وخرجنا بره وقالت لي يلا يا بنتي، مش دي اللي ينفع نتكلم معاها، دي مش بني ادمه اصلا، دي غول عايش في الارض في هيئه انسان، ربنا يكفينا شرها ويبعدنا عنها. تعالي معايا يا بنتي اسكندريه، وبالمره نجيب ورقك وكل حاجتك من فوق عشان نعمل لك تحويل من جامعه القاهره لجامعه اسكندريه. طبعا انا ما كانش قدامي اي حل غير اني اوافق، وبالفعل خالتي اتكلمت مع رجاله الحاره عشان يجيبوا لي حاجتي منها، واتكلموا معاها وطلعنا الشقه فوق، جابت لي هدومي وورقي من غير شنطه ورمتهولي في الشارع. خالتي اول ما شافت كده قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا سهى، اختك الصغيره اللي متيها في الشارع دي هيجي يوم وربنا هياخد حقها وينصرها. فضلت باصه لهدومي وهي مرميه كده في الشارع بحسره، وخلاص كنت حاسه اني هموت من الكابوس اللي انا عايشه فيه ده، بس ربنا وقف جنبي، والناس كلها ومرات الشيخ محمود جابت لي شنطه سفر ونزلت تلم في الحاجه بتاعتي وحطتهم فيها، وادتني الشنطه وقالت لي انها مش عاوزاها كانها ادتها لبنتها. حسام اخذ الشنطه والحاجه حطها لي في العربيه بتاعته، وقال لي انا ومامته ان احنا نركب عشان نمشي بقى من المكان ده، وركبت العربيه ورحت معاهم على اسكندريه. عدى يوم في التاني وانا كل اللي بعمله قاعده في اوضتي اللي خالتي قالت لي عليها بذاكر وما يخرجش منها خالص، لحد ما في يوم سمعت باب اوضتي بيخبط، قمت افتح لقيت حسام في وشي. انا كلمت والد زميلي في الشغل، هو يبقى مساعد وزير الصحه، وان شاء الله من الصبح تقدري تروحي كليتك، وانا بنفسي هوصلك قبل ما اروح شغلي، وده يا ستي موبايل واحسن كمان من بتاعك اللي اختك ما رضتش تديهولك، واحدث كمان. قال كده وهو بيغمز. انا متشكره والله، كل حاجه، كل اللي انت بتعمله عشاني ده، بس بصراحه انا محرجه مش عارفه ارد جمايلكم عليا دي ازاي. لا يا ستي ولا تتحرجي ولا حاجه، وما تعتبرهاش جمايل اصلا، لاننا ولاد خاله وكمان اخوات، فما فيش حاجه تمنع اخ يدي لاخته هديه. تمام يا حسام، متشكره قوي، عن اذنك بقى عشان ادخل اكمل مذاكره عشان فاتني حاجات كتير، وشكرا كمان مره على الموبايل وكل حاجه حلوه عملتها معايا. العفو يا رهف. ماشي يلا ادخلي خلصي اللي وراكي قبل ما الرغايه اللي انا خاطبها دي تيجي. قال الكلمتين دول وسابني ومشي،
وانا دخلت اكمل مذاكرتي لحد لما العصر كده اذن. قمت بسرعه ورحت عشان اساعد خالتي في عمل الاكل، وخلصنا قبل ما خطيبته تيجي. وبعد شويه لقيناها جت من وشها كده باين انها مش بخير ابدا. دخلت مع حسام وهي مكشره في وشي كانها مش طايقاني. هي دي بقى بنت خالتك اللي قلت لي عليها يا حسام؟ انا وقتها اتصدمت من طريقتها في الكلام عليا، ولقيت حسام كان بيحاول يسكتها وبدأ يقول اي كلام بحيث انها تسكت، لكن هي مصممه انها تحرق دمي، او الظاهر ان هي جايه اصلا عشان تقول لي الكلمتين دول. وفجاه لقيتها بتقول لي الصراحه انا مش عارفه ازاي اختك تعمل معاكي كده، انا مصممه انك انتي عملتي حاجه ضايقتها وعشان كده هي عملت كده معاكي، اصلها مش معقوله هتعمل كده من نفسها يعني. بصيت على حسام بنظره بعتبه فيها وقلت اصل انا وحشه جدا وسوده من جوايا، اكيد حسام قالك كده برضو عليا مش كده؟ هديكي عرفتيها لوحدك تقريبا يا حبيبتي. ولسه ما كملتش كلامها لقيت حسام زعق فيها وطلب منها انها تسكت، وانا استأذنت خالتي وحسام ودخلت احضر انا الاكل، ودخلت المطبخ عشان اعيط على الكلام اللي سمعته بعدها. لقيت حسام جاي ورايا وقال لي انا عارف انك داخله تعيطي، والله العظيم انا ما قلت عليكي اي حاجه اكتر من اللي اختك عملته فيكي، انا ما قلتش انك وحشه ولا اي حاجه من الحاجات دي، اوعي تصدقي كده يا رهف. فضلت باصه في الارض ما اديتوش اي اهتمام، ورحت بسرعه احط الاكل في الاطباق. لسه بفضي الشوربه في الطبق وجاي ادخل بيها لقيته لسه واقف ورايا وبيقول لي هاتي وانا هدخل انا الاكل. ولسه بديله طبق الشوربه لقيت الباب اتقفل جامد من خضتي، دلقت الطبق من ايده، ببص لقيته بيصرخ جامد والطبق راح رميها على الارض. مسكت رحت بسرعه جبت دقيق وحطيته على ايده. بعدها لقيت خالتي داخله مخضوضه وبيقول لي هو في ايه مالك يا حسام؟ طبق الشوربه وقع من ايدي غصب عني يا خالته، وانا بديهوله اتدلق عليه فلسعه. بذمتك غصب عنك ولا قصدك تاخدي حقك بكده؟ انا باخدش حقي من حد يا حسام بعد اذنكم. وسبتهم وخرجت بره بدور على نوره خطيبته، ما لقيتهاش في الصاله خالص. ولما سالت خالتي مش عارفه يا بنتي هي مشيت ليه، قامت مره واحده كده وفتحت الباب وخرجت وهي بتقفله قفلته جامد جدا لدرجه ان البرواز وقع. هي خطيبتك دي مالها النهارده يا حسام؟ جايه مش طايقه حد كده ليه؟ والله يا ماما مش عارف هي مالها، انا هنزل اشوفها راحت فين. لقيتني غضبت مره واحده وغصب عني بقول له طب وايدك المفروض انها تتلف عشان الجرح. يوه انا اسفه عن اذنكم. اتحركت جدا لاني كنت زعلانه منه وفي نفس الوقت خفت عليه، بس قلت لنفسي ماليش دعوه بيه عشان خطيبته اللي كل اللي بتعمله ده اصلا من غيرتها، ممكن تكون خايفه اخطفه ولا حاجه. المهم عدى اليوم على خير ونزلت الصبح بدري جدا، رحت الجامعه من غير ما حد يحس عشان ما كنتش عاوزه حسام يوصلني الجامعه. المهم رحت الجامعه وسبت له الموبايل على ترابيزه السفره ورجعت اخبط على الباب، لقيته فاتح لي الباب وعلى وشه غضب الدنيا كله وبيقول لي انتي رحتي فين؟ انا قمت عشان اوديك الجامعه ما لقيتكيش، انا ما رحت الشغل بسببك. لقيت خالتي بتقول سيبها تدخل يا حسام وبعد كده نبقى نشوف كانت فين، ما ينفعش يا ابني اللي انت بتعمله ده. دخلت وقفت وانا مرعوبه، لقيته بيزعق فيا جامد كنت فين؟ كنت في الجامعه، قلت اروح لوحدي عشان انا مش عاوزاك توصلني ولا عايزه اتدخل في حياتك تاني، كفايه اللي حصل امبارح. طول ما انت في البيت هنا فانت مسؤوله مني، انت فاهمه كلامي ده ولا لا؟ لا مش فاهماه، انا مش عايزه كده، انا ما ينفعش ابقى كده اصلا، انت اللي فاهم. ما شفتش خطيبتك كانت بتعمل معايا ايه؟ لانها فاهمه ان انا قاعده هنا عشان اخطفك منها، انا عارفه تفكيرها كويس جدا. ارجوك طول ما انا هنا مالكش اي دعوه بيا عشان ما تخربش على نفسك. قلت الكلمتين دول ولسه جايه امشي ادخل الاوضه لقيته شد ايدي جامد قوي وقال لي استني هنا، انا ما خلصتش كلامي عشان تمشي وتسيبيني، انت شكلك فعلا انت السبب ورا طرد اختك ليكي بسبب قله احترامك ده. وقتها ما قدرتش اسكت خالص، فضلت اصرخ واقول انا ما عملتش حاجه فيها ولا عملت حاجه فيك، ربنا ياخدني عشان ارتاح منكم كلكم، انا خلاص مش عايزه اعرف حد، انا همشي من وشكم كلكم، انا بكرهكم كلكم. قلت الكلام ده وجريت على بره وهو جري ورايا مسكني ودخلني البيت ودخلني اوضتي وانا بعيط بصوت عالي قوي، ما كنتش متصوره اني اسمع الكلام ده منه. دخلت الاوضه بسرعه ورحت نمت على السرير وانا بعيط وهو خرج وقفل الباب عليا، بس انا سامعه صوت خالتي بره وهي بتتخانق معاه جامد جدا علشان ما اهتمتش بالموضوع ده. وطلعت شنطه السفر وبدات ارمي فيها كل هدومي عشان امشي بالليل وهما نايمين. وبعد ما خلصت خلاص قعدت على السرير وانا متضايقه من كل اللي حصل لي بعد موت ابويا وامي والبهدله اللي شفتها. وبعد شويه لقيت حسام بيخبط عليا الباب، قمت فتحت له لقيته بيقول لي هو انت لسه ما غيرتيش هدومك اللي رحتي بيها الكليه؟ ما عبرتوش وسبته ودخلت الاوضه، بس جرأته خدته ان يدخل الاوضه ورايا
وبيقول لي بس المره دي بصوت هادي: برضه مش هتردي عليا؟ انت ايه رايك ننزل نخرج انا وانت شويه؟ وما تقلقيش من حاجه، امي معرفه الناس هنا انك اختي وجيتي من بره. شوف، انا فضلت 4 سنين في الكليه انا وحسين زميلي نحب بعض، وكنا بنستنى بفارغ الصبر اليوم اللي هيتخرج فيه عشان يتقدم لي ونتجوز. عارف كان قصه حبنا كانت في الجامعه كلها بتحسدنا عليها، بس عارف سهى لما عرفت اني بحبه خدت مني الموبايل ومنعتني ان نروح الجامعه تاني. والمصيبه الاكبر اني لقيته جه يخطبها ومعاه اهله، في ظل انه كان بيقول ان ابوه ظروفه صعبه وهيتجوز بعد ما نخلص الجامعه. وده كان السبب في ان اختي تطردني من البيت. عشان كده خطيبتك كمان كانت خايفه ان اخدك منها. انا مش عايزه ادخل في اي مشكله جديده من غير ما يكون قصدي فيها حاجه. انا اسف والله، انا ما كنتش هعرف كل ده، بس على فكره هو اللي غلطان. في برضه حد يسيب الجمال والرقه دي كلها وياخد الدكر اللي انا لسه شايفاها هناك دي في المحل؟ يا شيخه دي ناقصها بس الشنب وتبقى رسمي. هي والله حلوه وكل حاجه، وما احبش اسمع حد يسب فيها بالشكل ده، بس انا زعلانه منها قوي. ما كنتش اتصور ان كل اللي حصل لي ده يكون منها هي. دي كانت اقرب واحده ليا في الدنيا. يلا بقى امسحي دموعك ويلا نخرج، عشان انا بصراحه نفسي اخرج مع القمر دي. لا انا مش عاوز اخرج، انا عاوز امشي من هنا خالص. على فكره انا اصلا محضره شنطتي وهنزل ادور على شقه اقعد فيها وهشتغل واصرف على نفسي، مش عاوز اي حاجه من حد. بصي ممكن نبدا صفحه جديده مع بعض. انا عارف اني جرحتك قوي، بس على فكره انت جرحاني جامد في ايدي من امبارح. بصي كده شوفي ايدي. فعلا الجرح صعب جدا. ممكن تقعد هنا لحد ما اجيب شاش الف بايدك؟ ورحت جبت شاش ومعقمات ورجعت بسرعه عشان الف له الجرح، وفضلت احط المعقمات. وقتها شعري كان بينزل على وشي وبيضايقني جدا. لسه برفع وشي عشان اقوله اني خلصت، لقيته بيبص لي نظره غريبه جدا كانه بيتامل ملامحي. اتحركت جدا وبصيت له، قام هو خرج بسرعه من الاوضه من غير حتى ما يشكرني عن اني لفيت له جرحه مثلا. ببص على السرير لقيت الموبايل اللي هو جايبولي عليه، وبعد شويه وماسكاه لقيته بيرن عليا وبيقول لي: حبيت ان اكون اول واحد يكلمك منه. على فكره الشريحه بتاعتك انا كلمت واحد صاحبي عشان يوقف الشريحه لما اختك وجبتها لك هي، يعني ده برضو رقمك القديم يا ستي. اي خدمه، عد الجمايل. متشكره جدا. اول ما مسكت التليفون فتحت الفيسبوك بتاعي، وهنا بقى كان الصدمه الكبيره اللي خلتني ندمت اني فتحته. لقيت اختي منزله على الفيس صور فرحها هي وحسين. حسيت بنار رهيبه في قلبي، مش عارفه ليه هي بتعمل كده فيا. انا نفسي اخف منهم هما الاتنين، نفسي انسى كل اللي حصل لي منهم. بس لقيت رساله جايالي بفتحها، لقيت حسام بيقول لي فيها: يعني فتحتي اهو من غير ما تبعتي لي قاعده على العموم. متشكرين يا ستي على التطنيشه دي. هو انا قادره اطنش اخويا حبيبي اللي ماليش اي حد في الدنيا غيره، هو وخالته حبيبتي؟ مش تيجي بقى ننزل نخرج وتخرجي اخوكي الغلبان ده اللي محتاج يفضفض معاكي بكلمتين؟ ايه رايك تجهزي وننزل بقى؟ يلا ما تبقيش رخمه. حسيت اني فعلا محتاجه اغير جو بعد اللي شفته على الفيسبوك. كتبت له: خلاص اوكي 5 دقايق وهجهز، اجهز انت بقى. وقفلت الفيس ورحت غيرت هدومي وفردت شعري على ظهري وحطيت ميك اب خفيف وخرجت. لقيته واقف مستنيني في الصاله وبيقول لي بصوت واطي: خالتك نامت، اخدت العلاج ونامت على طول. ماشي يلا بينا بقى قبل ما تصحى، عشان ما تستغربش خروجنا مع بعض واحنا لسه متخانقين. ماشي يا ستي، خلينا نمثل عليها شويه ان احنا لسه متخانقين. ورحنا نازلين مع بعض وركبنا العربيه رحنا كافيه على النيل. انا عايزه اقولك على حاجه جوايا انا حاسس بيها من اول ما شفتك يا رهف. انا بحبك ومش عايزه اكمل حياتي غير معاك انتي وبس. اول ما سمعت كده ضحكت بصوت عالي وقلت له: طب ما انا كمان بحبك برضو، مش انت اخويا ولا نسيت؟ رهف انا ما بهزرش، ارجوكي افهميني. افهمك ايه بس؟ افهمني انت. انا ما ينفعش ابني سعادتي على حساب حد تاني. انا مش عايزه اشوف حد بيتدمر بسببي. انا عمري ما هعمل كده في حد يا حسام. انت اخويا وبس، ولو قررت الكلام ده صدقني والله العظيم هاخد بعضي وامشي، همشي خالص من بيتكم. انت لسه بتحبيه عشان كده بتردي الرد ده مش كده؟ وبعد 4 شهور وانا بحاول ابعد بقدر الامكان عنه. انا عمري ما هسامحه عشان يعرف يكمل حياته مع خطيبته. كنت بسمع من خالتي كتير انهم بيتخانقوا بسبب حاجات هايفه من حسام شخصيا، وهي مش عارفه ايه اللي حصل له بعد لما كان بيحبها وخطبها غصب عن امه. دلوقتي جاي يتخانق معاها ويعمل مشاكل. انا كنت عارفه هو بيعمل كده ليه، بس طبعا ما ينفعش اقول حاجه لخالتي. لحد ما بعد كام يوم حددوا فرحهم وكان خلاص فاضله يوم واحد، لقيته بيخبط على بابي بيقول لي: انت متاكده ان احنا اخوات يا رهف خلاص؟
مفيش وقت وهكون لواحدة تانية. أرجوكي فكري، أنا مش عارفة أفكر في حد غيرك، والله العظيم أنا بموت من جوايا. فكري يا رهف. وقتها حاولت أمسك نفسي عشان ما عيطش قدامه وأبين له إني فعلا حبيته، وقلت له يا ابني والله العظيم أنت أخويا، وأنا مش شايفاك غير كده، وعمري ما هشوفك غير كده أصلا، مهما عملت وقلت فأنت أخويا. وقتها سابني ومشي وأنا قلبي بيتقطع. دخلت بسرعة أوضتي وفضلت أعيط على كل اللي حصل لي. أنا مش عارفة هو ليه الامتحان بيصعب عليا كده، كل مرة أصعب من اللي قبله. أنا زعلانة جدا على حالي، وأنا سامعة الجيران بره بيزغرطوا وبيرقصوا عشان بكرة الفرح. بس قلت لنفسي إني لازم أخرج وأقف وسطهم عشان خالتي ما تحسش بحاجة. وبالفعل خرجت وقعدت على جنب أتفرج، وأنا من جوايا كنت فعلا بموت. عدى اليوم على خير، وجي صباح اليوم التاني. خرجت من الأوضة عشان أحضر الفطار عشان حسام يفطر قبل ما يمشي، بس لقيته قاعد بره على السفرة وحاطط إيده على راسه وشال إيده بيبص عليا. وأول ما شافني راح سايب المكان وقام. وقتها ما عرفتش أعمل إيه أو أقول إيه، بس قلت أحضر الفطار وروح أخبط عليه عشان يجي يفطر، وروح أصحي خالتي قبل ما الناس تيجي. ورحت بالفعل أخبط عليه، لقيته فتح وبصلي بقرف وقلب غضب. عايزة إيه؟ الفطار أنا حضرته أهو، يلا تعالى افطر. مش عايزة أطفح، أنا مش جعان. ودخل وقفل الباب جامد في وشي. فضلت ماشيه في البيت وانا مقهوره، حتى ما عرفتش اروح اخبط على خالتي. رحت قعدت على السفره واتخنقت وقمت معيطه. فجاه لقيته خارج من اوضته وعمل نفسه مش شايفني، وقعد جنبي بالظبط عشان يفطر، وما كانش باصص عليا اصلا. ولسه جايه اقوم لقيته مسك ايدي وقال لي افطر يلا. مش جعانه، ممكن تسيب ايدي؟ لا مش هقدر اسيبها، ارجوكي فكري، ما بقاش في وقت خلاص. انا بحبك وحاسس انك كمان بتحبيني، بس بتكبري عشان ما تظلميهاش زيي او زي ما اختك ظلمتك. انا والله العظيم اللي هيتظلم لو اتجوزت واحده غيرك. انا قلت لك مليون مره انا بحبك زي اخويا، ما بحبكش زي ما انت فاهم، لان عمري ما هحب. خلاص سامعني ولا مش سامعني؟ انا مش عاوزاك، انا هكمل دراستي واعمل كل اللي بحلم بيه وبس. اما جواز بقى اذا كان منك او من غيرك فانسى اني هوافق. وقتها لقيته ساب ايدي ودخل اوضته وغير ولبس بدلته، وراح لخالتي وريها البدله عليه قبل ما ينزل. وخالتي اول ما شافته والبدله قعدت تزغرط من فرحتها بيه، لان ملهاش حد غيره من بعد ما جوزها مات وهي حامل لسه فيه. ونزل من غير ما يبصلي وراح لخطيبته. انا دخلت وانا بحارب في نفسي، حاسه اني اللي بكرهها ومش عايزه لها راحه. ولبست فستان احمر كنت شارياه مع خالتي قبلها بيوم، كان قصير تحت الركبه وكان مجسم جدا عليا. وفردت شعري وحطيت ميك اب وزودت قوي وتقلته، ورحت مع خالتي الفرح وهي منبهره بجمالي. واول ما دخلنا الفرح ورحت عشان اسلم على العروسه والعريس، لقيته بيبص لي بغضب طول الفرح، ما نزلش عينه من عليا لحد لما لقيته جه وقرب مني وقال ايه اللي انتي لابساه ده؟ ازاي امي اصلا تنزلك بمنظرك ده من البيت؟ اذا كان مامتك هي اللي نقيهولي عندها، امال انا بيجيلي عرسان كتير من الفرح ده ازاي؟ دلوقتي عايزه عرسان؟ مش كنتي في البيت انا مش هكون لا ليك ولا لغيرك؟ ايه دلوقتي عايزه عرسان؟ شاورت له بعينيا على مراته وقلت له بس بقى مراتك عماله تبص علينا، اطلع كده عيب بقى، ما يصحش هتفهمنا غلط. طيب ماشي انا رايح لها، عارفه لو اتحركتي بالقرف اللي انت لابساه ده هنزل من على الكوشه وامسك ايديكي اديكي حته علقه. طب يلا يلا من هنا، يلا وسع لنا طريق، عايزين عرسان مش عايزين نخيب ظن الحاجه. وسبته ومشيت ورحت قعدت بعيد عن عينه عشان ما يفضلش شاغل نفسه بيا، وانا واخده بالي من عينه اللي بتدور عليا في كل مكان. واستنيت الفرح عشان يخلص، واخدت خالتي وروحنا، وهو اخد عروسته وروح بيها على بيتهم. فضلت طول الليل ماسكه الموبايل وانا حزينه عشان ضيعته من ايدي. حسيت اني مخنوقه جدا من كل التفكير ده، وقلت وقتها لنفسي اني لازم اتاقلم على الفراق، لان ده مش اول واحد يبعد عني. بس الفرق المره دي انه بارادتي انا. عدى اكتر من اسبوع وهو بيجي ويمشي من غير ما يشوفني. انا فكرت انه خلاص بكده نسيني. خلاص اسبوع في التاني في التالت لحد ما عدى اكتر من سنه وهو على الوضع ده. بس طبعا ما كانش بيفرق معايا ظاهريا، لكن داخليا انا كنت متدمره خالص. لحد ما خلصت جامعتي وكمان اتعينت دكتوره تحت التمرين في مستشفى الاورام اللي في القاهره، فاضطريت اسيب اسكندريه غصب عني وسبت خالتي وكل حاجه ورحت على القاهره واجرت اوضه فوق السطوح عشان تبقى جنب شغلي. وبعد ما اتعينت خلاص لقيت حسام جاي لي هنا المستشفى عشان يطمن عليا، وقال لي انا للاسف ما قدرتش اكمل مع مراتي وانا طلقتها.
ما كنتش قادرة اديها كل المشاعر اللي هي عايزاها. كنت بفكر فيكي طول الوقت، واصلا هي اللي طلبت الطلاق، والحمد لله الجوازة خلصت من غير اطفال. وقتها انا ما كنتش عارفة ابقى فرحانة ولا زعلانة على الموضوع ده. حسيت بلخبطة جامدة في مشاعري لحد ما سمعت صوت جنبي واحد بيقول لي: غرفة سهى محمود عبد القادر فين لو سمحتي؟ لفيت وشي بسرعة وبصيت ناحية اللي قال الاسم، لدرجة ان حسام فكرني اني متجاهلاه. وببص على الست اللي بتسأل لقيتها حمات اختي. وقتها حسيت بقبضة جامدة جدا في قلبي، وما قدرتش امسك دموعي من اللي سمعته ده. وكل ده وحسام مستغربني: في ايه يا بنتي مالك؟ بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما عرفتش ارد اقول له ايه. لقيتني بجري بسرعة على رقم الغرفة اللي الممرضة لسه قايلة. وقفت قدام اختي ما عرفتهاش لان المرض كان ضيع جمالها خالص. لقيت قدامي واحدة وشها دبلان وشعرها كله واقع، وقاعدة على السرير متركب لها محلول كيماوي. انا اول ما شفت المنظر ده قدامي وقعت في الارض اغمى عليا من الصدمة. وبعد لحظات لقيت حسام جنبي بيفوقني، ولقيت حسين واقف جنبي وعمال يبص قوي لحسام بغل، ولقيتهم هما الاتنين مدين ايديهم لبعض عشان اقوم من على الارض. وقتها طبعا عرفت ان هختار مين، ومسكت ايد حسام وقفت وفضلت متسندة عليه لحد ما قعدت على الكرسي بره الأوضة عشان ما قدرتش أقف أكتر من كده قدامها. ما كنتش متصورة ان انتقام ربنا شديد قوي كده. فضلت استغفر في سري عشان للأسف قلبي بعد كل اللي هي عملته ده مش قادر يسيبها. وقفت قدام حسين وسألته، لقيته قال لي: أختك بعد ما اتجوزنا بسنة وخلفنا توأم ربنا يحميهم يا رب بدأت تتعب ويغمى عليها وخست جامد قوي، وبعدها طلع ليها حاجات كده على جسمها، فما كناش عارفين ايه السبب ده. رحنا كشفنا حولونا هنا، وطبعا انا كنت حاسس انها عندها كده، بس كنت بكدب نفسي لدرجة ان الدكاترة كانوا بيقولوا لي: انت دكتور ازاي ما عرفتش حالتها من البداية وجبتها على هنا على طول؟ قلت لهم لان ما كنتش متوقع ان هيجرى لها كده اصلا. هو المرض ده عندها فين بالظبط؟ في النخاع الشوكي. يعني ممكن حد يتبرع لها بنخاع وتبقى كويسة؟ انا اختها وان شاء الله اكيد هطلع نفس فصيلتها وهتبقى كويسة، انا عندي امل في ربنا. لقيت حسام اتعصب جدا وقال لي: هتتبرعي لها ازاي؟ انت نسيتي اللي عملته فيكي؟ انت نسيتي انها اكلت حقك ورميتك في الشارع في عز الليل؟ ايه يا رهف، انا لو منك ولا اسال فيها اصلا. في حاجة ما ينفعش ان احنا نسيبها. انا مش هقدر اسيب اختي يا حسام، مش هقدر. مش عارف اقولك ايه، بس بجد انا خايف عليكي. انا مش هقدر اعيش من غيرك يا قلبي. ببص على وش حسين حسيت ان هو هينفجر من كتر النار اللي جواه، ورحت دخلت جوه عشان اطمن على سهى تاني، وقلت لنفسي ان لازم ابقى قويه قدامها عشان ما تزعلش على نفسها. قلت لها: ازيك يا سهى يا حبيبتي، عامله ايه؟ حسيت انها بدات تتوتر وردت عليا. حسيت انها مش عارفه تبص في وشي خالص. رحت رايحه وقاعده جنبها وحضنتها وقلت: ان شاء الله هترجعي كويسه يا حبيبتي، انا هتبرعلك بالنخاع بتاعي ان شاء الله، بس بعد ما نعمل التحاليل، ويا رب يا رب ينفع انا اتبرع لك. لقيتها بدات تعيط جامد: ربنا انت املك مني يا رهف، انا خلاص هموت، انا ندمانه على كل لحظه جيت عليكي فيها، ومش عارفه ازاي انت ممكن تتبرعي لي بحته منك وانا عامله فيكي كل البلاوي دي. ومين قالك بقى اني ممكن ازعل منك؟ انت اختي الكبيره حبيبتي ونص التاني. لقيتها مسكت ايدي وبستها. وقتها رحت شديت ايدي بسرعه وفضلت اعيط. رحت بايسه راسها وقلت لها: انا هروح اشوف ولادك، انا اصلا لسه اشوفهم قوي. واشوف شبه مين، انتي ولا حسين؟ تعرفي ان نور بنتي شبهك انتي بالظبط يا رهف، لدرجه اني كنت كل ما بشوفها افتكر اللي عملته فيكي، وكنت افضل اعيط على اللي عملته. انا عارفه ان من حبك ليا بنتك طلعت شبهي. انت شوقتيني اكتر اروح اشوفها. عن اذنك بقى عشان انا ورايا شغل، وهشوف حسام عايز ايه قبل ما يمشي واجيلك على طول. لقيت حسين بيقول: هو مين حسام اللي كان واقف يتغزل فيكي قدام الكل ومش محترم اي حد خالص ده؟ حسام ده خطيبي وحبيبي، راجل بجد، وقف جنبي في اصعب ايام حياتي، وبسببه بقيت الدكتوره رهف. بعد اذنك عشان اخرج اشوفه قبل ما يمشي. ما تخافيش يا ستي، واقف بره زي اللزقه بيستناكي، انا لسه داخل وشايفه دلوقتي. طب معلش انا اسفه في اللي هقوله، بس ما اسمحلكش انك تقل ادبك على خطيبي بعد اذنكم انتوا الاتنين. وسابتهم وخرجت وانا شايفه نار الغيره في عين حسين. وقتها حسيت ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجه بيعملها كده، كما تدين تدان. نفس البصه اللي بصلي بيها انا كنت بصيتها له وانا مكسوره وهو خاطب اختي. المهم خرجت لحسام وقلت له: انت ما دخلتش معايا تشوفها ليه؟ انا مش زيك اي حد يجرحني اقدر اسامحه، اللي هو بقى جوزها اللي انت حكيتيلي عليه، مش كده؟ عارف انا كنت خايفه قوي ان
اشوفه في يوم من الايام. خايفه اضعف قدامه، بس مش عارفه ليه لما شفته دلوقتي ولا كانه يهمني اصلا. ده ممكن يكون بسبب ان في حد تاني في قلبي اتعلق بيه. هو انا ممكن اعرف مين الحد اللي قلبك اتعلق بيه ده؟ لا ما تعرفوش. يلا عن اذنك بقى امشي عشان اشوف شغلي. انت هتفضل واقف لي كده كتير؟ ايه مضايقك وقفتي؟ مضايقاني ومضايقاني جدا كمان. يلا بالسلامه على بلدك يا جميل. فدخلتي بتدور عليك، ربنا يخليها لي. ما لقيتش حد بيحبني زيها. ضحكت وزقيته في دراعه وقلت له يلا يا حسام من هنا. بالحق انا قلت لحسين لما سالني عليك، قلت له انك خطيبي. ماشي احنا مخطوبين. طب بقولك ايه، ما تيجي نخليها بجد، ايه رايك؟ اول ما اطمن على سهى وقتها نبقى نفكر في الموضوع ده من اول وجديد. يلا بقى سلام. وبعد ما مشي حسام لقيت حسين جاي وقف جنبي، وانا عارفه هو هيقول ايه كويس قوي، وطلع فعلا توقعي صح. اتنهد وقال لي هو انتي خلاص نسيتيني يا رهف؟ نسيتي حبنا؟ حب مين؟ هو احنا اصلا كان في بينا حب؟ اتفضل لو سمحت ادخل لمراتك، ويا ريت ما تختلطش بيه اصلا طول ما احنا في المستشفى. لا تكلمني ولا اكلمك، لاني بصراحه لا عايزه اشوفك ولا حتى اسمع صوتك. للدرجه دي يا رهف؟ طب ما انتي سامحتي سهى وكمان دخلتي وهزرتي معاها ولا كانها عملت فيكي اي حاجه. اظن انك عارف كويس قوي ان سهى دي تبقى اختي، وانا استحاله اتخلى عنها في وقت ضعفها. هي يمكن الغيره عملت قلبها عن ان احنا اخوات وكده. انا هحاول اخليها تشوفني صح. انا عاوزاها ترجع ليا وترجع وهي حباني. انا عمري ما هخسرها. لكن انت، انا ندمت اني عرفتك اصلا. بعد اذنك يا دكتور حسين، اختك اللي انت دافعتي عنها دي قالت لي انك كل يوم كنت بتقابلي واحد شكل، وابوكي تعب معاكي، ومن ساعه ما مات هو وامك وانت ماشيه على حل شعرك، وهي تعبت منك وخايفه سمعتها تسوء بسبب تصرفاتك. وقالت لي كمان انها حبساكي في الاوضه عشان هي تعبت من فضايحك. طب ما انت اشتركت معاها في كلامها بانك صدقتها ومشيت ورا كلامها. لا ومش بس كده، ده انت كمان اتجوزتها عشان تحرق قلبي. انا عملت كده عشان احرق قلبك زي ما قلبي اتحرق، بس في النهايه سمعت كلام من الحاره بعد تعبها ان ده عقاب ربنا في اللي عملته في اختها. واما سالت اكتشفت انك مظلومه، وطبعا انا ما كنتش عارف اجيلك واقولك ايه. كانك لسه ما لقيتنيش يا دكتور حسين. بعد اذنك بقى. ورحت سايباه وماشيه، ورحت اطمن على الحالات، وانا عارفه ومتاكده انه هيحاول معايا تاني وتالت، بس انا خلاص شلته من حساباتي. بعد يومين النتيجه ظهرت، بس للاسف ما طلعتش نفس فصيلتها وما نفعش اعمل العمليه. انا فضلت جنبها خطوه بخطوه في علاجها لحد لما المرض انتصر، وللاسف ماتت وسابتني. وقتها انا تعبت جدا نفسيا. انا كنت عايزاها معايا حتى لو كانت بنفس شخصيتها القاسيه. وفضلت فتره طويله قوي قاعده في اوضتي على السطوح، نفسيتي متدمره، ليل مع نهار بعيط. منعت الاكل والشرب لدرجه اني خسيت وزن كبير جدا من جسمي، وصحتي بقت هزيله قوي، مش عايزه ارد على اي حد خالص. لحد ما في يوم الباب كان بيخبط، وكان اللي على الباب هي خالتي. دخلت وقعدت معايا وقالت لي اروح اشوف ورثي وحاجه ابويا، ولو بحب اختي اهتم بنفسي وابقى اشوف ولادها من وقت للتاني وما انساهمش. وفجاه واحنا بنتكلم لقينا الباب بيخبط. فتحت الباب لقيت حمات اختي ومعاها حسين ومعاها الولاد. طبعا شلتهم وانا فرحانه جدا بيهم، ودي كانت اول مره اشوفهم فيها. وطبعا طلبت منهم يدخلوا يقعدوا مع خالتي، بس للاسف الطلب اللي كانوا عايزيني فيه كان صعب جدا عليا. بعد ما دخلت وقعدت معاهم لقيت حمات اختي بتقولي طبعا عارفه مصير البنت والولد دول، وعارفه حياتهم هتبقى ازاي من غير ام. انا جايلك النهارده انا وحسين نعرض عليكي عرض، وان شاء الله هيعجبك وتوافقي عليه، عشان خاطر بس الولاد دول، وهو انك تتجوزي حسين، وانتي اولى بيهم من اي واحده غريبه. احنا مش ضامنين هي ممكن تعمل ايه فيهم، لكن ضامنين انك انتي هتقدري تحافظي عليهم وتراعيهم زي اختك بالظبط. فانتي ايه رايك في الطلب ده؟ وبصي احنا مش مستعجلين في الرد، يعني براحتك خالص. وكمان انا عايزه اقولك ان اختك كانت بتكذب عليكي اما قالت ان ابوكي كان متنازل عن الشقه ومحل العطاره ليها. هي كانت بتقول كده من غيرتها منك، اما كل حاجه لسه باسم اختك واسمك انت كمان. ابوكي كان مقسم كل حاجه قبل ما يموت. بصيت لخالتي وقلت يعني ايه؟ يعني طول الفتره اللي فاتت دي انا كنت متبهدله وانا ليا املاك؟ طب هي عملت فيا كده ليه؟ لقيت خالتي طبطبت عليا وقالت كله مكتوب عند ربنا يا بنتي، وكل حاجه ليها سببها، ويمكن كل ده حصل عشان اشوفك واتعرف عليكي في الفتره اللي قعدتي فيها معايا. تعرفي ان دي كانت احسن حاجه حصلت لي في حياتي من بعد وفاه بابا وماما. بصيت له حسين وقلت له انا مش قلت لك اني مخطوبه وبحب خطيبي كمان؟ ايوه
بس انا جاي لك وانا حاسس انك مش ترفضي طلب زواجنا ده، عشان خاطر حتى يا ستي ولاد اختك وخاطر انا كمان، وعارف انك يوميها قلتي اي كلام عشان تحرقي دمي بيه. احرق دمك؟ طيب. وبعد ما خلصت الكلمتين دول لقيت الباب بيخبط. الصراحه انا استغربت جدا، هو ايه ده كله جاي ورا بعضه كده؟ لقيت خالتي بتقول ده حسام ابني كان جاي معايا بس راح مشوار كده واكيد هو اللي على الباب، يلا روحي افتحي. قمت افتح الباب وفعلا لقيته حسام، وطبعا دخل واستغرب من وجود حسين ووالدته والولاد اللي انا اول مره كمان اشوفهم. بس انا طلبت منه انه يقعد، ولقيت خالتي بتقول له حسين جوز بنت خالتك الله يرحمها جاي عشان يتقدم لرهف عشان تربي له الولاد بدل ما يجيب واحده غريبه يتجوزها وتعمل فيهم حاجه لا قدر الله. لقيت حسام بيبص لي ويقول وانتي هتعملي ايه يا رهف؟ مش عارفه، اول مره ابقى مش عارفه هعمل ايه. الولاد صعبانين عليا وفي نفس الوقت صعبان عليا نفسي اني هعيش اربي الولاد، والمفروض انهم ولاد واحده تانية، او ولاد المفروض ان كانت حبيبي في يوم من الايام بس اتخلى عني. حسين قال يا رهف ارجوكي فهميني، انا مش هنكر اني غلطت في حقك بس والله غصب عني، اختك ضحكت عليا. ضحكت عليك ليه؟ بيبي صغير؟ انت دكتور والمفروض اصلا انك مخك يكون اكبر من كده وتكون بتفهم كويس اللي قدامك. انت دارس علم نفس يا دكتور. هو عموما طلبك مرفوض، والولاد دول انا عمري ما هنساهم، واكيد هبقى اجيلهم ازورهم واطمن عليهم لانهم من ريحه انسانه غاليه عليا، وعمري ما هعملهم ابدا بنفس معامله امهم ليا. شرفت ونورت يا حسين انت ومامتك، وزي ما قلت لك طلبك مرفوض. شرفته. وقمت فتحت الباب عشان يخرجوا من البيت. ببص لقيت حسام بيقول لي هو مستغرب انتي رفضتيه ليه؟ ده كان العرض كويس جدا، منها هتربي ولاد اختك ومنها هتتجوزي حبيبك القديم. قلت له بغضب انت رجعت في كلامك بقى، او هتلاقيك حبيت واحده تانية ونسيتني بيها. ما انا عارفاكم بتحبوا وتكرهوا بسرعه. لقيته طلع من جيبه علبه فيها دبلتين وقال لي انا سبت امي ورحت اشتري دول، هتعملي ايه؟ بحبك. لقيته اتصدم وقال لي اخيرا قلتيها وانا بموت فيكي. وبعد اسبوعين اتجوزنا وعملنا فرح صغير كده على قدنا على مركب، وعزمنا اصحابنا والجيران، وحاليا انا عايشه اجمل ايام حياتي معاه. ولحد هنا خلصت قصتي. مستنياكم باذن الله في قصه جديده، بس قبل ما تمشوا مستنيه كل واحده فيكم تكتب لي ذكر من اذكار لا اله الا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله اكبر، اي ذكر عشان نجمع اكبر عدد من الحسنات. مستنياكم.